قلت للناس، ما انا قلت لهم اللي يقدر يثبت ان انا بلغت عن ناس هديله مليون جنيه. انا بقول لك حتى لايف اهو، اللي يقدر يقول لي انت بلغت عن فلان وعلان وترتان، مليون جنيه وامسح كل اكونتات السوشيال ميديا. ولو هو مش بتاع فلوس، خدوا يا سيدي اتبرع بيه لفلسطين، او مليون جنيه لفلسطين. اهلا بيكم في بودكاست من وقت للتاني. ضيوفنا هم ناس شغاله في السوفت وير اندستري او في مجال التكنولوجي. هنبعد شويه عن المشاكل وهنتكلم ببساطه وبصراحه، لان السوفت وير مش بس حاجات تكنيكال. عشان كده البودكاست هيكون 3 اجزاء. الشابتر الاول قهوه وكود، الشابتر الثاني 14 سؤال، الشابتر الثالث اسئله الناس. في الشابتر الاول هنتكلم شويه بشكل شخصي وندي مساحه لضيفنا يتكلم ويعبر عن نفسه وعن افكاره. في الشابتر الثاني هيكون في شويه اسئله محدده شويه في الشغل بتاعنا، هنتناول اي مهارات مهمه في شغلنا سواء هارد سكيلز او سوفت سكيلز. في الشابتر الاخير ومن اسمه كده اسئله الناس، اللي انتوا تحبوا توصلوه او تقولوه لضيفنا مهما كان. بس كده، ويلا نبدا الحلقه بتعريف ضيفنا. ضيفنا النهارده هو الباشمهندس محمد مشرف. حاليا هو شغال ستاف سوفت وير انجينيرنج مانجر في جوجل. عنده اكتر من 22 سنه خبره في المجال، راح شركات كتيره زي جوجل ومايكروسوفت وامازون. دايما هتلاقيه بينزل فيديوهات او بوستات بمنتهى الصراحه وبطريقته المباشره، اللي ناس كتير ممكن تكون معترضه معاه فيها، يمكن حتى انا. اشاعات كتير بتطلع عليه، لكن هل هي فعلا حقيقيه؟ تعالوا ندردش معاه شويه ونعدي على ال3 اجزاء بتاعتنا، نسمع منه هو شخصيا، وان شاء الله تكون حلقه جميله. بسم الله. كده انت نورت جدا. انت كل ده الكاميرا، انا فاكر كل ده الكاميرا هي اللي مش واضحه عشان دلوقتي الصوره واضحه. كان عليها حاجه كده. انا قاعد اقول هي الدنيا عندك بالظبط، بس لقيت الكاميرا ماشي. طيب بسم الله. اول الشابتر الاول اللي هو قهوه وكود، عامل ايه الفتره دي؟ يعني انت الفتره دي بجد عامل ايه؟ اه، مضغوط جدا، عندي مليون حاجه يعني بقالي بتاع 3 اسابيع. آه يومي بيبدا من 7 8 الصبح ويخلص الساعه مثلا 10 بالليل، حاجات ورا بعضها كتير. وانا بقالي فتره كتير ما دخلتش في المود ده. اخر مره دخلت فيه كان من 10 سنين ولا حاجه، فده كان حاجه مختلفه يعني، ومع ذلك مبسوط يعني، فده حاجه كويسه. انا شايفك برضو اكتف، وواضح ان انت بتحضر لمشروع وبدات فيه. اه. حتى ناس اصحابي، في واحد منهم ستاف انجينير، لقيته مكلمني بيقول لي حاجه هو مقدم معاك تقريبا فيها. انا كنت حتى فاكرها يعني مش فاكر، يعني فهمتها تدريب، وبعد كده لقيتك بتنزل حاجات ففي مشروع. فواضح ان انت فعلا عندك حاجات اه، كتير راننج الفتره دي. يعني انا سبت، يعني انا بتاع دوت ابتديت انضم انتلر زي حاضرة اعمال كده، انترناشونال وكده، وفيري سيلكتيف وبتاع. فانا دخلت معاهم من يوم 17 اللي فات، والمفروض يعني بنحاول نعمل بقى حاجه. عندي لاين اب من انفستورز وكده، هقابلهم في الامارات، وفي انفستورز امريكا، وبنشوف ناس. بس حتى الان احنا 2 فاوندرز، وعلى وشك نجيب التالت يعني. امم نبدا في القصه، يعني احنا بادئين فيها اوريدي، بس هنبدا بقى في البروتوتايب والام في بي والحاجات دي. اوكي، يعني انت رايح الانكيوبيتور ولا اكسلريتور؟ هو انتلر بيعمل الاثنين، يعني هو اوكي. بيبقى بيعمل انكوبيشن وبيجي في الاخر يدخل بعد كده في قصه الاكسلريشن، فهو بيعمل الاثنين. وفي نفس الوقت بيكونكت في حاجات كتير قوي، يعني البروجرامز بتاعت انفيديا وبتاعت مايكروسوفت وبتاعت اي دبليو اس والحاجات دي كلها بنكونكت من خلاله. ف اتس نايس يعني. المشروع يعني لسه بروتوتايب، وانت لسه ما فيش سيدنج حتى، انت رايح او لسه بتبدأ تشوف. بالتوفيق يا رب. ماشي. طيب ايه اكتر حاجة تحب تقدم بيها نفسك؟ يعني انا عارف عنك حاجات كتير، وكل الناس انت بتطلع في كل البودكاستات، بتطلع في فيديوهات كتير طبعا على الشانل بتاعتك. ايه اكتر حاجة انت تحب تقدم بيها نفسك؟ سؤال وجيه. هي الفكره ان انا اصلا، يعني برضه مش ناس كتير تعرف القصه، قلتها يمكن قبل كده اكتر مره، بس مش ناس كتير تعرفها. انا اصلا بوليماث، يعني انا الفكره، بس. انا ابان ان انا مجالي هو السوفت وير، بس انا ليترالي درست اكتر من نص دستة حاجات. دول اللي درستهم ورحت فيهم جامعات او اماكن او كلام من ده، غير بتاع دستة تانيين دول مع نفسي وكده. وكنت بشتغل في فيلدز كتيره مع بعضها. يعني انا من النوع اللي بيحب يتعلم من اجل العلم، هو بكمل الشهاده لحد الاخر، وقبل الامتحانات بنفض وكلام من ده. مش هاممني الشهاده في حاجه يعني. ولكن مين فيهم اللي انا بايدنتيفاي معاه كويس قوي؟ قصه
حاجات المنتور شيب او التشينج او الكلام ده كله، دي اكتر حاجه يمكن هي دي السبب في البروجكت الحالي يعني، اللي هو ازاي اصلا نخلي التشينج دوت يطلع من كل بني ادم من جوه بشكل اوتوميتد، من غير ما تحتاج لا منتور ولا تروح دكتور نفسي ولا اي حاجه من الحاجات دي. فهي دي قصه اعتقد ممكن، بس مش عارف دي ممكن تتسمى ايه اصلا يعني. بس منتور. كلنا يا مشرف عايزين نروح لدكاتره نفسيين، يعني انا بروح لثيرابي، فاهم يعني ما هي يعني الفكره ان بقى يبقى في حاجه هتساعد الناس ان هي تفهم نفسها من جوه. نايس. يعني هو ريليتد بالكارير بروجريشن بتاع الناس، او تاهيل الناس، او لا، هو ريليتد بالويلنس من جوه انت يعني، بي ليترالي بيتاتش حاجات كتير قوي، بس انت ممكن تبص لها في الاخر ان هي الاند جول اللي انا ببص عليه، اللي انا هوفر عقده الوقت. الوقت ده هو الحاجه الوحيده اللي ما بتعرفش تشتريها النهارده، يس. انا هخليك تشتريها. يعني هو ده الاند جول، ان انت تشتري الوقت. ان انت وات ايفر انت بتعمل ايه، بتطور حاجه في العيله، في الكارير، في الدراسه، في الجن الازرق، هاو كان يو دو مور ويز ليس، ده الاند جول، ده اوكي. يعني هي مناسبه اللي انا فهمته ان هي كده مناسبه ايا كان انت الليفل بتاعك ايه في الكارير. في الكارير، في الحياه العامه، في الجواز، في اي حاجه. اوكي. ده كلها. اكبر، ده اكبر من دايره التك. مم، اكبر من اي حاجه يعني. هي المفروض بتسيرف اي شخص. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا كنت بقولها للانفستور، الديليما او ال ال بيسموها ايه بالانجليزي، اللي هي الالتيميتم، اللي مثلا بتروح اللي بيتقال للستات انت محتاجه تختاري ما بين الكارير او انك انت تبقى ام. ده مم. مثلا من ضمن الحاجات اللي هتتهد. لا، ما ينفع الاثنين عادي، ما فيش فيها مشكله. فهي القصه كلها ده الاند جول بتاع. اوكي ماشي، انترستد ان انا اعرف عنه اكتر. تمام ماشي. انا على فكره عارف ان انت مش تركيزك بس في مجال التك. انا وسمعتك قبل كده بتقولها، بس انا كنت عارفها من زمان. يعني انا عارف انت مش تركيزك بس في التك، وده حتى خليني اجهز لك سؤال تحديدي بعدين كمان يعني لسه. مفيش مشكله. طيب انت قررت تعمل محتوى، او امتى اول مره لو انت فاكرها كتبت فيها محتوى سواء فيديو او كونتنت على لينكد ان او على الفيسبوك؟ يمكن من 2006 مثلا 2007. يعني انا عندي فيديوهات على يوتيوب من قبل ما تقريبا الناس في مصر تعرف يعني ايه يوتيوب. بس انا عمري ما فكرت فيها كمحتوى. يعني انا جنرالي بالنسبه لي ما في دماغي حاجه بطلع اسجلها. معظم الفيديوهات اللي بعملها لايف، او بتبقى ليترالي متسجله بالظبط 30 ثانيه مثلا قبل ما يحصل لها ابلود. عشان السبب الوحيد ان انا مثلا بكون بستخدم ميديم ما بيسمحش باللايف، زي درون مثلا او حاجه. لكن كل الحاجات اللي بعملها لا بيتحضر لها سكريبت، ولا بتتسجل، ولا بتتمنتج، ولا اي حاجه. مفيش فيديو عندي عملت فيه القصه دي غير يمكن الفيديوهات بتاعه الكورس بتاع الانترفيو. ومش انا اللي عاملها يعني، كان في واحد عملها ده لي. كورس، بس ده اه، كورس. على يوديمي قبل كده، ما كانتش على اليوتيوب. انما فيما عدا ذلك كل الحاجات يا لايف يا سيمي لايف، اللي هو بتتسجل من التليفون او من الدرون وبتنزل على طول. مفيش اي حاجه من اي حاجه. فانا عمري ما بصيت لها على محتوى، هي بتبقى في حاجه في دماغي عايز اتكلم فيها بصوت عالي وخلاص. يمكن فانت حاجه. اول ما بتحس ان في حاجه، انا بحسك كده، اللي هو انت شفت فيديو، طب تعالى بقى يعني اه، انا رايي نفس الكلام في الكلام يعني زمان كان عندي طولة بال اكتر ان انا اكتب اكتر من الفيديوهات. يعني لو رجعت مثلا سنتين ثلاثه لورا هتلاقي في بوستات كتير على الفيسبوك بالست سبع صفح مكتوبه. وحتى مم. الحاجات اللي كده كنت بكتبها في مره واحده يعني. بدخل بكتبها على التليفون اكشولي، حتى مش على الكمبيوتر، ولا بعمل تصحيح ولا حاجه. بتتكتب مره واحده في التليفون، وبعد كده بعمل لها بوست اشوف لو في اخطاء املائيه. فغالبا هتلاقي في حاجات كتير فيهم اديتد كذا مره عشان بقى في اوكي. كلمه ولا حاجه. انما هي دايما طول عمرها انا مش بحب حاجه زي كده. يعني حتى لما بدي سيشنز او بدي بتاع دوت منتور توك شيبس. او الكلام ده كله، لا التوكس اللي هي بطلع برزنتيشن او كده، عمري مثلا ما قعدت احضر نفسي. يقول لك مثلا انت ليك 40 دقيقه، ما بحضرش نفسي انا. فور سام هاو لما بتقول لي ليك وقت كذا، انا لوحدي بخلص. يعني اخر مره التوك اللي انا هعملها في اي الامارات اي. 17 دي، عملت منها يعني، عملتها للناس اللي موجودين في انتلر. ما استعدتش ليها خالص. انا المفروض ليا 20 دقيقه للتوك و10 دقائق اسئله. خلصتها في 17 دقيقه من غير ما اعمل اي اعداد ولا اي حاجه. وصام هاو كده بتحصل ازاي ما عنديش طب فكره. انا كنت لسه اسالك بقى، يعني مثلا انت رايح تتكلم على اي اي، اوكي، فماشي في فرق ان هو ده فري توك، وانت عندك النولج والاكسبيرينس اللي تخليك تقدر تتكلم لايف عادي من غير ما تحضر كونتنت، بمفهوم الكونتنت ان هو سكريبتنج
ثم مراحل الكونتنت كلها، والمراجعه طبعا قبل حتى ما تصور، فانت بتطلع تعمل ده على طول. لكن البرزنتيشنز والحاجات دي انت لا، بتطلع اعمل برزنتيشن، بس هي البرزنتيشن انا اعملها، انت لو بص يعني لو اديتها لك لوحدها مش هتفهم منها اي حاجه، مجموعه من هيدلاين. العناوين يعني بس. هيدلاين. اه، فهي الفكره كلها بس عشان اخلي الناس كونكتد شويه ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتقال، بدل ما اقعد احكي وخلاص. لكن هو ليترالي بالظبط. سبيكينج انت لو قفلتها ومسحتها ما فيش عندي اي مشكله اقولها كده من الدماغ يعني. بالظبط، هي دي النقطه. على فكره انا فاكر في كورس مالتي ميديا كان بيتكلم على كونسبت ازاي تعمل برزنتيشن. مم. اوكي. فكان من الحاجات الهايلايتد جدا انا عمري ما نسيتها، ان انت يعني، ودي شطاره، دي مش صعب ان انت تعملها، مش سهل ان انت تعملها، ان انت تحط هيدلاينز. اه. فانت عشان الاودينس هو قاعد مبقاش مركز على النص صفحه اللي انت كاتبها له. اه. ده يعني تلاقي الموضوع عكس تماما، لما تطلع تلاقي سلايد مليانه كلام أنا ما اقدرش اركز معاك، انا عايز اقرا اشوف انت كاتب ايه. ده غير طبعا الناس اللي بتقرا السلايد، ده قصه تانيه خالص، فاهم؟ اه. ذاتس فالid بوينت. انا كنت بتكلم على كده، ان انت عندك بس ايه، فيجن عامه. طب هو التوك ده هيبدا فين وهينتهي فين وهنعدي على ايه؟ اه بالظبط كده. لان انا حتى السلايدز نفسها عملتها، قعدت عليها بتاع نص ساعه ولا حاجه عملتها. والنص ساعه كانت مينلي عشان اعمل جنريشن للصور من الاي اي تولز وكده، ولكن جنرالي سبيكينج هي التوبكس اللي في دماغي هي اللي في دماغي يعني، ما فيش اوكي. فيها حاجه قعدت ابحث فيها او كده او بتاع. خلاص ماشي. طيب، ايه بقى الاثر اللي تحب تسيبه يعني في نهايه الرحله ان شاء مم. الله، يعني ربنا يدينا كلنا طول العمر. لكن في نهايه الرحله، ايه الاثر اللي انت تحب تسيبه، سواء هنا انا بتكلم على مستوى الحياه، مم. او لان انا عارف ان انت بتعمل حاجات تانية مختلفه، او حتى في الكوميونتي، ايه الاثر اللي انت تحب تسيبه؟ التغيير، ما هو مين دي كل سبب كل حاجه انا بعملها، وسبب خناقات والكلام ده كله، وسبب ليترالي كل حاجه. تغيير الحاجات الغلط، تغيير العادات الغلط، تغيير المفاهيم الغلط، الوعي الغلط، الثقافه الغلط. كل الحاجات دهيت اي حاجه انت لما بتبتدي بيها غلط، زي الاكسبوننشال جروث كده، هي بتمباكت يو بعد كده، اللي بتبني عليها حاجات وكلها بتبني على غلط. فانت كل ما انت بتمشي في الوقت كل ما الدنيا بتسوء اكتر واكتر. والموضوع ده المفروض يكون يعني فيري كلير لما تيجي تقارن المجتمع المصري باي مجتمع تاني. يعني سيبك من قصه الاقتصاد وما اعرفش، قارن على مستوى الافراد. المواطن المصري، المواطن الهندي مثلا، الهندي بتلاقيه طالع من تحت الارض حرفيا، عايش مثلا الشهر كله ب 12 دولار ولا حاجه، وبيوصل يبقى بتاع ده سي او في فورشن 500، وبمجهوده الشخصي، مفيش حد عمل له اي حاجه. كام حد من المصريين بيعدي في القصه دي؟ قليل. الهندي بيقدر يختلط باي ثقافه، وبيقدر يحتفظ بعاداته وكل حاجه، وفي نفس الوقت يقدر ما فيش عمرك ما تلاقي حد مثلا بره خايف من الشخص الهندي او خايف هندوفوبيا، ولا ما فيش الكلام ده. ايوه. فالكلام ده كله ليه؟ لانك انت في عندنا حاجات كتير غلط، بس حاجات بقيت كتير. ماشي، انا معاك ان ثقافتنا مش احسن حاجه، اه. وده واضح للجميع يعني، فاهم؟ فاكت. والناس برضو تحس ان احنا عندنا حاجات ميسنج كتيره، وان كان المصريين فيهم نماذج كتير شاطره وبره ومعروفه، ما شاء الله. يعني انا بحس ان المصريين عندهم قدرات حلوه جدا. استثناء للاسف. ما هو لو بصيت على كل الناس اللي ناجحه دهيت، هتلاقي ان معظمهم ما نجحش غير لما تخلص من، انا بسميه الجلخ الفكري. حلو، لما باي تخلص طريقه كل بقى. ايه ده. باي طريقه انا معاك، انا معاك بالظبط هنا، اه. باي طريقه بقى. يعني يعني ايه انت بقى؟ انت دلوقتي كان الاصل اللي انت بتحب تسيبه تغيير، انت عايز تغير ده، انت عايز الناس تبقى احسن، انت عايز الناس ما تضيعش وقت، انت مش عايز حد يضيع وقته وحياته في حاجه، او يكون يعني هو مش واخد باله من حاجه، فدي تكلفه كتير. وده باين في المشروع اللي انت بتحب اللي انت اصلا بتعمله، اللي انت اه. رايح فيه والله، يعني ربنا يوفق فيه. ولكن باي طريقه بقى، يعني انت باي طريقه ممكن تحاول تعمل التغيير ده. اه، لاني جربت كل الطرق. اصلا انا شغال في القصه دي مثلا من سنه 95، مش حاجه اعملها امبارح. جربت كل الطرق، الطرق بتاعه المحايله والمسايله، وان انت تتحايل على الناس، وان انت تروح تشرح لهم، وان انت تتكلم بالادب، وان انت ما اعرفش ايه. كل الكلام ده كان ان افكتيف. يعني انا ايوه. الحاجات اللي عملتها في اخر سنتين بال 20 سنه اللي قبليهم، هو اسلوب الصدمه. يا الشخص بيفوق، يا الشخص بيطلع يقول لك انا مش عايز حاجه وبيبعد عنك، وبتعرف ان هو لوست هوب. بيبقى ايه، وقت مختصر عن الباقيين كلهم. يعني ما تقعدش بقى تحاول في حد هو يطلع في الاخر يعني يوزلس كيس. هو من الاول يا هيفوق هيتصدم، او هيبعد. وساعات لما بيبعد بيرجع تاني بنفس اسلوب الصدمه ده. ولكن انت مش هتضيع وقت في ناس كتيره ما فيش منهم رجا.
يعني انا مثلا قبل كده عملت كورسات برمجه كتير، وعملت حاجات كتير، وكنت بروح مثلا احضر. يعني انا ساعات كنت بنزل من امريكا على حسابي تذكره طيران لحد المنوفيه مثلا. يعني بنزل لحد القاهره تذكره طيران، وبعد كده باخد عربيه وبطلع على جامعه المنوفيه عشان جالي دعوه، وقلت اروح لهم ان بيرسون. اروح مثلا، المفروض الدعوه دي جايه لي من الجامعه مش من كليه، كوليكشن الجامعات العلميه، هندسه على حاسبات على علوم على ما اعرفش ايه، والدفعات كلها. يعني انت متوقع هتروح تلاقي 5000 بني ادم، تلاقي امم. 35 مثلا. فكل ده اتجرب، يعني كل الحاجات دي اتجربت، ومعظمها الناس ما تعرفش عنها حاجه، واخد بالك، وكلها كانت يوزلس. فهي القصه كلها. انا النهارده مثلا بقول لك كنت بروح جامعه المنوفيه، جاي من مايكروسوفت من هيد كوارترز على هناك بشكل مباشر، 35 بني ادم. النهارده ما انا نزلت البوست وقلت محتاج ناس تدريب وكلام من ده، جال اكتر من 3000 شخص. فالامباكت هنا مختلف تماما، لان كله اتجرب. اصل هي ترايل اند ايرور لحد ما توصل خلاص، مفيش حاجه نافعه غير هو ده. تمام، فانت يعني خلينا نقول ان انت بتجربتك بالطرق المختلفة لإيصال الرسالة بتاعتك، انت في الاخر لقيت ان هي دي الطريقة اللي شغالة. مفيش غير طريقه واحده تانية بتشتغل، وانا عمري ما هعملها. طريقه ان انا انصب على الناس بالدين ده، ان انا اروح اربي دقني واجي اكلمهم من ناحيه قال الله وقال الرسول والمهم حواليا عشان ابقى انا راجل تقي و... وشكلي بتاع ربنا والكلام ده كله، عشان اخليهم يسمعوا حاجه تانية او يجوا يشتروا حاجه ويعملوا دي، عمري ما هعملها. لا، بس انا بتكلم في حاجة. يعني مين لي انت؟ لا يعني خلينا نقول انت ان هي الصدى هنا ان انت تغير. بالظبط. ان هي الصدى ان انا اغير م? بأي طريقة، حتى لو الطريقة دي هتكون ليها values او هتكون ليها، حتى لو بشكل غير مباشر، إساءة أو مش ثقافة حلوة. يعني أنت بتقول إن أنت عايز تغير م? عشان الثقافة جزء من، أنت الإنجينير أو السوفت وير إنجينير هو مش بس راجل بيعرف تكنيكال. الثقافه عندنا، في عندنا مشكله جامده جدا في الثقافه. فكره، يعني مثلا انت لو بصيت للثقافه الهولنديه، هم امم. ناس على الاكستريم سايد بتاع الاونستي، لدرجه ان انت لو اتعاملت مع هولنديين لاول مره انت مش عارفهم هتفتكرهم بيشتموك. حلو. ولكن هو اوكي. صريح. يعني انت هتعمل حاجه غبيه هيقول لك انت عملت حاجه غبيه، انت اللي عملته ده غبي جدا. هو ما بيقولكش انت غبي، بس بيقول لك اللي انت عملته ده غبي جدا، ده تصرفك غبي. ولو انت عملته كتير هيقول لك انت غبي، واخد بالك. مش كشتيمه، لا، انت تصرفاتك كلها غبيه، وبالتالي انت شخص غبي. ده مش مقصود بيها ان هو يهينك او الكلام ده كله، ولكن ده الواقع. فهي القصه كلها. انت النهارده لما بيجي شخص مصر انه يعمل حاجه توديه في داهيه، طب ما هو انت، يعني انا مثلا لما كنت بقى في لفظ النسناس اللي انا بقيت استخدمه ده، ما هو ده مش عشان شتيمه ولا عشان حاجه. امم. انت لو بصيت في القاعده الحيوانيه كلها، الحيوان الوحيد اللي هو تقدر تشوف عنده بعض من الذكاء بيعمل تولز كلام من ده هي القرود. وهم امم. برضه نفس الكائنات اللي بتعمل حاجات بدون سبب. يعني الشمبانزي مثلا، انت ممكن تربي شمبانزي في البيت وزي الفل وحياه تبقى جميله وكلام من ده، وفي يوم وليله يسوق عليك وتلاقيه واكل عينيك واكل ودانك، وده حوادث معروفه لناس كانوا موجودين في حدائق حيوانات والكلام ده كله، وشمبانزي معاهم بقاله سنين، وفجاه بدون سبب معروف هجم عليهم وقطع لهم عينيهم ودانهم وكلام من ده، الحتت اللي هو بيحب يهاجمها يعني. امم. طب عمل ده ليه؟ ما تفهمش، مفيش اي حاجه، حاجه عشوائيه كده، مدمره، ومدمره لغيره ومدمره ليه، لان اول ما هيعمل كده هيتعدم لانه هيهاجم بني ادم. فهو في الاخر عمل اكشن ادى ان هو يموت، وادى ان في بني ادم يتاذي، ومحدش فاهم هو حصل ليه. يعني حاجه مفيش حد استفاد منها، كل الاطراف مضروره، ولذلك هو شمبانزي. فانت لما تلاقي بشري بيعمل نفس القصه، بيعمل حاجه بتضر اللي حواليه وبدون اي سبب وعشوائيه، طب ما هو انت كده تصرفاتك بتخليك شمبانزي، ما انت ما عملتش حاجه تخليني اعتبرك بني ادم طبيعي. انت بتعمل امم. حاجات انا ما بقولهاش عشان اشتمك، هو انت بتعمل نفس التصرفات بتاعت الشمبانزي. ما هي هو بيعمل كده وانت بتعمل كده. ما انا هقول لك. طيب ماشي. هو في هنا حتتين. يعني هو اصلا انت في مثال مشهور بيقول لك ايه، يعني لو انت اخترت تقول الحقيقه او ان انت تكون لطيف، فخليك لطيف. تمام. مش شرط. ان خليني معاك، مش اه. شرط. خلينا نجنور الحته دي. خلينا نتفق ان ممكن الشخص ده، طب هو قاعد بقى بيبوظ قوي، ده محتاج حد يوقفه، ده محتاج حد يقول له لا. حتى مش بشكل لطيف، ما دام هو ما فهمهاش او ما قدرناش نوصلها له بالشكل الطيب. فتمام، ليتس اجنور الحته دي. بس انت تحب ان انت تنورماليز حاجه زي كده عند الناس؟ اقول لك انا حاجه ظريفه جدا واديك مثل من امر الواقع. حلو. في شخص ما، عشان انا مش عايز اقول اسماء عندك، انا مش كان عايزين. اه كان بدا يدرس برمجه وهو ملوش في البرمجه. حلو. ليه؟
وفي ناس كتيره طلعوا انتقدوه، في ناس يعني انتقدوه باللي هو بالطريقه السوفت تماما، اللي هو ما انا انتقدوهوش. كنت واحد منهم. اه، انا في ناس انتقدوه بالطريقه اللي هي كانت سوفت تماما، اللي هي بنسميها احنا اللي هو الانتقاد السلبي، اللي هو انا مش هقول عليه حاجه حلوه، ولكن مش هقول عليه حاجه وحشه برضه. لا لا، ما هو ده كده مش مصداقيه. ما انا هخليك معاك، بس انا هجيب لك السبيكترم كله لكل اوكي. الحاجات. حلو. فده السايد اللي على الشمال خالص، اللي هي الناس كانت بتطلع، الشخص اللي عمل كده بقت الناس بتستشهد بيه، بتقول ما هو فلان ما قالش ان هو وحش. حلو. بعده على مم. طول الناس اللي هي بتتكلم لما تيجي تقول لك عايز تتعلم من حد معين، مثلا لغه كذا، اتعلم من فلان وعلان وترتان وما بتجيبش سيرته. حلو. مم. فالنتيجه اللي ادت ليها ايه؟ ولا اي حاجه. الناس بقى تدخل عندهم في الفيديوهات تقول لهم انتوا ناسيين فلان الفلاني، بس هم فاكرينه ان هم ناسيينه، مش ان هم موقعينه وهم قاصدين. في ناس انتقدت بشكل محترم جدا وبشكل عادي والكلام ده كله، والنتيجه كانت حاجه من الاثنين: يا اما اتشتموا ان انتوا بتحقدوا على الراجل وكلام من ده وخايفين ياكل منكم السبوبه، وما قالوش اي حاجه خالص. حلو. يا اما الناس قالت لهم لا انتوا بس مش فاهمينه كويس، ده هو عمل نفس القصه دي قبل كده في مشروع كذا وكذا وكذا ونجح، ادوا له بس فرصته. احنا بقى لنا سنه وربع اهوت ومفيش اي حاجه اتغيرت. حلو. ما شفناش حد اشتغل في حاجه عملاقه ولا حد عمل اي حاجه، لسه بندرس الحمد لله الاو بي يعني. حلو. فالقصه دهيت كذا حد، في ناس دخلوا واتكلموا بشكل محترم، ولكن صدام مباشر. ايه اللي حصل؟ اتشتموا برضه واتهزقوا وثلاث ارباع الفيديوهات بتشتموا. حلو. انا بقى خدت السبيكترم على الناحيه الثانيه خالص. انا في الاول دايما انا بحب ادي اي شخص حاجه، بديله بينفيت اوف داوت، بجرب معاه مره مرتين في الحته دي، مم. اكتشفت ان هو ما يستاهلش، ما باخدهاش بالتدريج، باخد اطلع من هنا على اخر حاجه على طول. فانا عملت اخر حاجه على طول. النتيجه بقت ايه؟ النتيجه ان النهارده في ناس كتير جدا، يعني انت النهارده لو دخلت في اي جروب برمجه ولقيت حد بيسال ايه رايكم في فلان الفلاني، هتلاقي الناس هيسألوك. كتير في الكومنتات لا ما تفهمش مش عارف ايه، وثلاث ارباعهم شوف اللي قاله باشمهندس مشرف عن ما اعرفش ايه، شوف الفيديو بتاع صحيح. مجموعه مين. حلو. ففي الاخر انا راجل براجماتيك جدا، وكل حاجه بعملها ار ما بحبش اعمل حاجه بنتيجه مش هتجيب لي الانفستمنت اللي انا بحطه ده، سواء بقى وقت مجهود اي حاجه. فانا لازم اعرف انا متوقع ايه النتيجه اللي انا عايز اطلعها من هنا، وايه اللي بيعمل لي ماكسمايزيشن للنتيجه دي. حلو. فانا الماكسمايزيشن بتاعي اللي انا عايزه هنا ايه مثلا في السيناريو ده؟ ان انا مش عايز الناس تلبس في الحيط وتروح تتعلم غلط. ده الجول بتاعي. مم. هوصل له ازاي؟ هوصل له عن طريق ده هيديني 50% في الجول، و50% مثلا الناس هتقول عليا مؤدب، اي دونت كير، اللي يقول يقول. ده مم. هيجيب لي 100%، والناس هتقول اللي عايزه تقول، ما الناس بتقول اللي عايزه تقول كل حاجه. يعني انا اتشتمت وانا مؤدب، واتشتمت وانا كده كده الناس هتستلمك، ده وكده كده حقيقي. اتشتمت، فخلاص طالما كده كده هتشتم في الاخر، وكده كده هيتقال عليها حقود، وكده كده ما اعرفش ايه، خلاص يبقى انا اعمل الحاجه اللي بتوصلني للهدف ده بالشكل اللي يريحني. طب انا فاهم؟ هقول لك، انا فاكر في الموضوع ده تحديدا، ومواضيع كتير والله. يعني انا بكتب رايي وبحاول، بس انا بكتبه واقعد اراجعه وبظبط سكريبت عشان وبتتشتم في الاخر، حاجه. وبتتشتم. بس على طول يا مشرف، يعني والله العظيم، يعني خليني اقول لك، بدات احس ان الطريقه بتشتغل، فاهم؟ بس انا باخد وقت كتير عشان انزل البوست بالشكل اللي كل الناس تحاول تفهمه، اللي ما اغلطش في الشخص بس انتقده، انتقد اللي انت بتعمله، ابين اثر اللي انت بتعمله، ابين الحاجات دي، لكنها مكلفه شويه وقت. ما انت بيحصل في ايه بقى؟ النتيجه النهائيه ان انت بيحصل ردود عندك بتبقى حاجه من الاثنين: يا اما شتيمه، يا اما ناس بتقول لك انت فهمته غلط، تعالى نصالحكم على بعض، انت مش عارف ايه. فحتى الناس اللي هي بتلاقيها يعني، كميه الناس بقى اللي بتقتنع فعلا وتقول لك لا ده اللي هو عمله دوت ما ينفعش وما يصحش وكده، لو انت عملت احصائيه هتلاقيها رقم شبه معدوم. في لان جمله مشكلتنا انا في مصر، مشكلتنا في مصر ودي حاجه انا عرفتها من المانجمنت عامه: اسوأ مانجر ممكن تتعامل معاه هو المانجر اللي بيشتغل بالاسلوب السوفت. ليه؟ انت لو انت راجل شغال معايا تحتيه، ماشي، وعملت حاجه غلط هتاثر على الكارير بتاعك، اوكي. انا كمانجر المفروض هاجي اعمل معاك ميتنج مثلا 1 اون 1، الحاجه دهيت الزقها لك كده في اول الميتنج، واقول لك ان دي مشكله لازم تركز عليها. في مم. مانجرز بيحبوا يعملوا ايه؟ يقول لك هبتدي بالحاجات البوزيتيف اللي انت عملتها، واجي في الاخر اقول لك بس دي انت ممكن تحسنها اكتر. دي مصيبه، لانك انت لما هيحصل، وخصوصا مع المجتمعات اللي زي بتاعتنا، لو مم. انت حد كلمك بهذه الطريقه كل اللي انت هتفهمه ان المدير فرحان بيا وشايف ان حاجه ممكن تتحسن، فايتس اوبشنال، وايل مم. ان فاكت ان الحاجه دي انت لو ما عملتهاش هتترفض.
فهنا بيحصل المشكله. فانت لما بتيجي تتكلم بطريقه الانتقاد دهيت، ناس بتكون فاكره ايه، لا ده هو يعني حاجه بسيطه بس في خلاف، يعني ساعه شيطان ما اعرفش مين يا جدعان، الراجل ده عامل مصيبه، ده بيخوض في عرض حد مثلا. امم. فانليس ان انت قلت لهم ده بيخوض في عرض حد وحطيتها كده كبيره في عينيهم كده، ستريت فورورد، اه هيقول اه. لك لا، ده ما انت فهمته غلط، اصل هو كان بيحاول يقول حاجه بس كده عشان ينشر التعليم بتاعت الدين وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وتلاقي الدنيا ساحت على بعضها وما طلعش في حاجه مفيده في الاخر. طيب الناس احنا لازم فعلا كده تحطها في عينهم كده، احنا شعب لازم تحط في عينينا. احنا كده كده نرجع للنقطة دي نتكلم فيها براحتنا أكتر، لأن أنا لو فضلت أتكلم معاك فيها هنطول مفيش شوية. مشكله. ولكن أنا مبسوط إن أنا عرفت أنت إزاي بتفكر في الموضوع بصراحة، يعني برضه لأن أنت، خليني أقول لك إن الأبروتش بتاعتك يمكن بحس إنها بتجيب فيدباك الناس يعني مش عارف هل لما هم بيستقبلوا الحاجة حتى لو بطريقة سيئة هم بياخدوا لا الجون. لا تتخيل مدى الناس اللي بلاقيها بتبعت لي مسجات من بروفايلز معموله لسه جديد، وتقول لي انت عملت لي بلوك مثلا من سنه ونص سنتين، وانا كنت بشتمك وما اعرفش ايه، بس دلوقتي عرفت ان انت كان عندك حق مثلا في فلان الفلاني او في الحاجه الفلانيه او في الحاجه العلانيه، بعد ما لبس في الحيط. يعني هو فضل يشتم ونفض للكلام اللي قلته، وعدى سنتين من حياته ولبس في الحيط لبسه حلوه قوي، ويجي يقول لي معلش انا اسف انا ما اعرفش ايه الكلام ده كله. كتير جدا كده، يوميا والله العظيم مثلا خمس ست رسائل من النوعيه دي. ف مم. يعني ما هو في الاخر بيعرف الحقيقه، بس خلاص يعني انا. هنرجع لها. طيب، بما ان انت بقى احنا بنتكلم عن المحتوى والناس اللي بتكتب والفيديوهات اللي بتنزل والحاجات دي، فيعني بشكل بسيط بس من وجهة نظرك انت، سواء محتوى انجليش او محتوى عربي، ويهمني كمان اكتر المحتوى العربي لان بودكاست بالعربي واحنا بنتارجت الناس اللي هم بيتكلموا عربي يعني. مين بتشوف المحتوى بتاعه او البوستات او الفيديوهات ايا كان طريقه المحتوى اللي هو بيقدم بيها وبتقف عنده؟ عارف يعني انا في ناس كتير انا متابعها بتنزل كونتنت حلو سواء عربي او انجليش، بس صعب تقف عند كل الناس. في مثلا ناس معينه على اتليست خالص هشوف التايتل، هشوف هو اول سطرين بيقول ايه، فاهم؟ في العربي ما اعتقدش ان في حد بقف عنده، يعني انا العربي بالنسبه لي بشغله تسليه وانا سايق العربيه، يعني بالنسبه اوكي. لي، او بتفرج عليه بالليل قبل ما انام او حاجات من دي. ولكن بشكل عام هي مشكلتي انا الاسامي عندي ضايعه، ولكن هو اليوتيوب عارف ذوقي فهو بيطلعهم لي بشكل عام. يعني في بودكاست الواحد مش فاكر اسمه ايه كده، بس كل بودكاست بتاعته بتبقى 3 ساعات، هم الام اي تي، وبيجيب ناس يقعدوا يتكلموا في حاجات كتير كده. آه اسمه فينمان او كينمان، مش فاكر والله. ده من الحاجات اللي هي ممكن يعني اتفرج عليها وانا قاعد على مكتب، على وتقعد ولا تنجوي، انا كله عايز اسمع. شوي. ولكن معظم الحاجات يعني مثلا حاجه زي الدحيح بحب اتفرج عليها جدا وانا في العربيه او في الكلام من ده كتسليه. بتاع دوت بوب ساينس وكلام من ده. حاجات مثلا كوميدي بتفرج عليها، لكن الحاجات التكنيكال بالذات والحاجات اللي فيها علوم وكلام من ده ما بشوفهاش فيديوهات. يعني يا اما بقراها مثلا من ارتكلز، يا اما بقراها من فيري سبيسيفيك كونفرنس مثلا او بيبر او حاجات زي كده. انا قصدي حتى يعني انت عارف انت مثلا من الاشخاص اللي بتقدم كونتنت او محتوى في الكوميونتي بتاعت التك في الوطن العربي، فانت ممكن تكون من الناس اللي لما الناس بتسكرول كده كده فتشوف اسمك او تشوف، فتحب على الاقل لو مش تقرا البوست بتاعك ولا تفهم انت بتشوف ايه، تحب تشوف اول سطرين عندك. هي بالنسبه لي مشكله الفيديوهات، انا مش من الناس، انا مثلا لما اجي اقرا حاجه انا لوحدي ممكن الصفحه كلها تخلص مثلا في 20 ثانيه، لان انا بنط جمل وبنط باراجرافز وبلزقهم في بعض وكلام من ده. فامكانيه السكيبنج في الحاجات المكتوبه اسهل بكتير من الفيديو، لانك الفيديو هتسكرول مش عارف تسكرول ايه، انا مش قادر اشوف اللي بين النقطتين دولت. في الكتاب انا قادر اشوفهم حلو. مم. حتى في الفيديو انا في حاجات كتير بعملها على 2 اكس، بس ما فيش اسرع من 2 اكس. وحتى لو في اسرع بيبقى الصوت ساعتها خلاص يعني ان ريكوجنايزبل، انت مش عارف البيتش بتاعه بيبوظ وحاجات زي كده. فمشكلتي في الفيديوهات ان هي لازم تخليني ديديكيتد، لازم افضل قاعد لازق فيها، لازم ابقى قاعد شايفها كلها من اولها لاخرها. اخري اعملها 2 اكس، يعني حاجه 3 ساعات اضيع فيها ساعه ونص، مع ان نفس الكلام ده لو اتقال في كتاب هياخد مني ربع ساعه. فهي اوكي. القصه كلها بالنسبه لي هي، انا من زمان من عمري ما اعتمدت على الفيديو كمصدر انه يعلمني اي حاجه. دايما اوكي. بالنسبه لي هو منلي انترتينمنت، منلي حاجه افهم منها اوضاع سياسيه مثلا، حاجات من اللي هي سايد وانا بعمل حاجه تانية. امم. لكن انا طول عمري الحاجات اللي بتعلم منها دايما حاجه مكتوبه امم. او حاجه هجربها او كلام من ده.
طيب ماشي. طيب هو السؤال ده ريليتد بالسؤال اللي قبله، بس مين اللي هو السؤال اللي قبله كان حد بيكتب او بينزل محتوى فانت اتليست بتحب تقف عنده، اوكي. والسؤال التاني اللي هو بيقول طيب انت عمرك شفت حد بينزل محتوى من نوع معين تك في الوطن العربي، دخلت شجعته، دخلت قلت له شاوت اوت انا عايزك تكمل، انت بتتكلم في حاجات فاليد او الحاجات مش اللي انت. هاخد حاجات زي كده في ارتكلز، لان انا mainly ما بتفرجش على فيديوهات كتير غير لما يكون الفيديو غلط. يعني انا الفيديوهات الصح ما بتفرجش عليها، زي ما قلت لك هي مشكلتها انا هتفرج عليها ليه؟ ما انا مش عمري ما هستفيد من فيديو، وان انا اصلا مش ولا مبرمج. حتى بوستات على لينكدين عمرك مثلا ما شفت بطلع حد؟ بوستات بعملها كتير، يعني بوستات بدخل كتير عند ناس، بدخل اقول اه ده رايي دوت كذا ومش عرب بس، يعني عرب واجانب وكلام من ده. بس انا مينلي ما بتابعش اشخاص معينين في الحاجه، يعني انا مينلي دريفن اكتر بالكونتنت نفسه عن مين اللي كتبه. فانا مثلا مم. في الحاجات المكتوبه، انا وانا بسكرول هو اول باراجراف ده على طول فانت بي هتكتب له كومنت، اه كود، اوكي. اه ساعات بشير الحاجه، ساعات بكتب كومنت، حاجات كده. فهي مينلي انا، يعني ممكن في ناس انا ما بتابعهاش خالص، بس ممكن مره كاتب حاجه جامده جدا عادي. تعمل له ريبوست اه مثلا. او حد مثلا تاني كويس جدا وما يكتب حاجه زي الزفت فما بعملهاش. فهي مش ما بتمشيش على الشخص نفسه يعني. اوكي ماشي. طيب المحتوى دلوقتي هو بيتكتب، انا بشوف فيه طريقتين، يا اما انت بتكتب بناء على خبرتك وانا كنت فين، او انا عملت ايه مثلا خلال ال5 سنين اللي فاتوا، او انا بقالي 7 سنين فبناء على ال7 سنين دول ناس بتتكلم، او محتوى يكون داتا دريفن. مم. يعني مثلا والله انا كنت في مره بتكلم عن الامبوستر سيندروم، مم. فانا ممكن اعبر عن الامبوستر سيندروم بالتجارب بتاعتي، مم. اوكي. او ممكن اعبر عن الامبوستر سيندروم بحاجات داتا واناليتكس، فانا بفتح مثلا الاقي والله ده ستاك اوفر فلو عندهم بودكاست كانوا جايبين فيه حد ليرنينج مانجر في حته فلانيه كان عامل ريسيرش ودكتوراه وورق وبيبر فابدا كده اشوف الموضوع من الداتا دريفن مم. سايد. ليه التك كوميونتي بيطلع فيها الامبوستر سيندروم؟ ليه الامبوستر سيندروم بتتحل ازاي؟ المفروض العبء ده يكون على مين؟ الى اخره. فدي طريقه اللي هو كده هي مور، مش انا ما بتكلمش على خبرتي انا ولا تجارب انا دلوقتي بكفر حاجه او بيزد اون بيبر مم. واثنين وثلاثه او شويه ريسورسز انكلودنج فيديوهات او بيبرز او كتب او حاجات بتقول رايك. فانت ايه رايك في المحتوى ده؟ يعني انت ايه رايك؟ انت شايف المحتوى المفروض يكون تجارب وخبرات، ولا شايف اكتر لو انت هتكتب تكون داتا دريفن؟ ولو تجارب وخبرات فهنا عامل السن هيفرق، مم. عامل الخبره عامل هتفرق. السن مش هي بس، عامل الخبرات نفسها. انت ممكن تبقى عندك بالظبط. 70 سنه وما طلعتش من القريه بتاعتك، وممكن يكون عندك 20 سنه ولفيت العالم كله. مم. بس هي القصه اللي انت بتتكلم عليه ده كلام الناس العادي، اللي هو انا هكتب كده او كده، او ايديالي هميكس الاثنين. يعني مم. احط الاكسبيرينس بتاعتي في الحاجه وباك اب بداتا معينه او كلام من ده، عشان ما يبقاش عامل نارو فيجن على حاجه. بس احنا عندنا في مصر معظم اللي بيتكتب النهارده الهبدو بيست، مش داتا دريفن ولا حاجه، هبد دريفن. حلو. يعني اي النهارده لما ابتدى يطلع، كميه الناس اللي بتدخل تكتب حاجات بتخليني اشد في شعري، اللي هو انت يا ابني جبت الكلام ده منين؟ يعني يعني انا راجل قاعد، كنت قاعد على المنبع بتاعها في جوجل، وصديقي الصدوق قاعد على المنبع بتاعها في الهاردوير في انفيديا، واحنا الاثنين بنبص اللي مكتوب ده ومش عارفين جابه منين. يعني بيتكلم على حاجات مش مفهومه. ولو كانت داتا دريفن كان هيديك فرصه تحاول يعني تستوعب وجهه نظره دي جايه على اساس ايه. هي لا مبنيه على اكسبيرينس، ولا مبنيه على داتا، ولا مبنيه على اسامبشنز، ولا مبنيه على اي حاجه. هو صحي الصبح لا لقيها حاجه حلوه الناس بتتكلم عليها كتير، فنكتب فيها اي حاجه بقى. نكتب ليترالي اي حاجه، اي حاجه. اوكي. واخد بالك؟ وبعدين بقى لما تنتشر، يوم واخد الاي حاجه دهيت ويحاول يبيعها للناس كخدمه، هعلمكم لاي حاجه. على فانت فكره لا للاسف انا بشوف فدي من الحاجات اللي بتخليني اقعد اشد في شعري، يا جدعان ايه ده؟ حلو. فطبعا انت طالما قررت تكتب، الا انت دلوقتي مثلا كنت عايز تتكلم على خواطر وهتكتب شعر مثلا، انما انت لو بتتكلم على حاجه انا علميه، بتكلم على محتوى اه محتوى. علميه هندسيه طبيه، حاجه بيزد على اي تايب اوف ساينس، لازم تكون بيزد على اكسبيرينس. والاكسبيرينس لوحدها قاصره، لان هي هتدي فيو بتاعتك انت في هذا التوبيك. يس. حلو. ممكن تديها وتقول ده الفيو بتاعي، الا ما انت عندك اكسبيرينس، ممكن يكون عندك اكسبيرينس متنوعه قوي، فهي هتقرب الفيو بتاعك اقرب للي موجود للحقيقه. يعني لو مم. واحد مثلا كل حياته اشتغل في مايكروسوفت مثلا، بقاله 40 سنه شغال هناك، مم. بقى في بي يا سيدي، واخد بالك؟
ده VP في مايكروسوفت وراجل عبقري وبياخد فلوس كتير وكلام من ده، بس هو وجهة نظره عن الإدارة مثلا ما نقدرش نقول هو عبقري في الإدارة. هو عبقري في الإدارة في هاي. مايكروسوفت، ممكن لو خدته وحطيته في انفيديا او حطيته في امازون او حطيته في اي شركة تانية يبقى مدير بقاله 3 سنين عنده انجح منه مليون مرة. وارد جدا يكون مش حتته. فهي القصة ده لازم اوير. يكون بالاثنين. يعني لازم يكون بالاثنين، انت بتنقل خبرتك وبتعمل لها فاليديشن باللي موجود عن اوكي. طريق الداتا ده. عارف، انا بقيتش بشوفها بالعكس. يعني مم. انا بقيت شايف انا عايز اتكلم على ايه، على الامبيستر سيندروم، على الجلوبال هايرنج، على الاوفر انجينيرنج. اوكي. فانا احب اجيب داتا اناليتكس، احط جواها ارائي. مم. يعني مثلا الاوفر انجينيرنج، خلي بالك لو انت فاهم البيزنس سايد كويس، فانت تعرف ايه مكمل معانا، ايه مش مكمل معانا، مش عارف ايه. وبعد كده اروح مثلا جايب ايه، تجربه حصلت لي. مم. فاهم. وانت لو خدتها من هذه الزاويه ممكن برضو تعمل لك مشكله confirmation bias. انت دلوقتي هتاخد داتا معينه، بس انت ممكن ما تكونش عارف هل الداتا ديت ريبريزنتيف لكل حاجه ولا هي في حاجه معينه. لما تيجي تطبق عليها خبراتك، فانت هنا هتفاليديت خبرتك من خلال الداتا اللي هي ريليفنت لخبرتك، وايل ان ممكن تكون في داتا تانية بتنفاليديت الاثنين. فعشان كده انت بتبدا بخبرتك وبتحاول تدور على اللي بينفيها واللي بيثبتها، فساعتها هتتعرض لداتا مختلفه. انا بحاول ادور على داتا كتيره. ما هو انت برضه لو ما هتروحش برضه ايه الانفستور سيندروم، تروح فاتح ارتكل خلاص، انت كده الكفر. مم. فاهم، انت كده ممكن تسمي اللي انت منزله ده كفر للارتكل الفلانيه، وتدي الكريدتس بشكل ستريت فورورد للشخص اللي انت واخد منه الكلام ده. انا بتكلم انت لا، دور على داتا كتيره، افهم الدنيا ماشيه ازاي، ثم اتكلم على، لو انت عايز. انا على فكره بفضل الطريقه دي، حتى مش ان انا حتى اضيف ارائي كمان، لان لو في داتا، فالداتا دي معموله بيزدون ايه، ما هي بيزدون تجارب كتيره وخبرات كتيره وارقام. فاهم. فهي حتى رأيي فيها مش هيفاليديتها ولا حاجة. فاهم، دي معمولة أصلا على بيز أكبر من خبرتك كشخص واحد يعني. فاهم. أوكي ماشي. طيب، يومك في الشغل بيمشي إزاي؟ سؤال بسيط جدا جدا. مم. يومي في الشغل اللي هو في جوجل، ولا الشغل اللي بنعمله في الشركه، ولا الشغل الحالي. ما هو أم، الفكرة، أنت بشكل شغال فول تايم، أنت شغال فول تايم صح؟ بشكل عام انا يعني في اخر 7 8 سنين يومي تقريبا زي ما هو، بس هو خليها اسبوعي احسن لان اليوم كل يوم غير التاني. بس أوكي. هو مينلي هتلاقي مثلا 30% منه ولا حاجه strategic meetings وحاجات towards the future road maps وكلام من ده. في مثلا 30% تانية مع التيمز ميتينجز ليها علاقه بالتيمز والكلام ده كله. في حاجات ليها علاقه بالريليشن شيبس مع الديبارتمنتس التانية، بريكنج سايلوز، انيشيتيفز كلام من ده. وبفضل 10% بقى بيتغيروا كل شويه على حسب ايه الموست امبورتنت حاجه اللي ناقصه. يعني ممكن في مره يكونوا حاجه ليها علاقه بالديزاين، حاجه مره مثلا ليها علاقه بديب دايف على حاجه تكنيكال محتاجه تتحل، ممكن اتعلم فيهم حاجه جديده، ممكن على حسب برضه الوقت في السنه، ممكن مثلا فتره الريفيوز، فتره الترقيات، الكلام ده كله. ولكن جنرال سبيكينج دي التقسيمه العامه يعني. طيب، انت انا فهمت كده، انت ستيل عندك بعض الوقت او بعض البفر في الكباسيتي بتاعتك تكنيكال بشكل ستريت فورورد. لو بحب، بس هي الفكره بالنسبه لي زي ما قلت لك انا دايما كل حاجه عندي اي. ساعات حاجات كتير بمشيها مثلا ايزنهاور مترك، انا لو في حاجه عندي important و urgent اعملها انا، بس لو في حاجه urgent ومش important هديليجيتها لحد، وخصوصا لو هي حاجه مش هتضيف لي ولكن هتضيف له. يعني حاجه انا عملتها قبل كده كتير والشخص ده ما عملهاش قوي فانت ولسه. بتديله opportunity اكتر. مم. فهي الفكره كلها بتعتمد على اللي انا هعمله دوت هيرجع قد ايه، وادور على ايه الحاجه اللي هترجع لي ماكسيمم انفستمنت على هذا التايم. ممكن اوكي. تكون تكنيكال، يعني ممكن تكون في وقت من الأوقات مثلا في مصيبه حاصله، اوتج كلام من ده، اقول هانسون ديك كلام من ده، ساعتها هتكون تكنيكال. بس انت هي هانش مفيد. مظبوط. طيب، يومك في الاجازه، يا رب ما تقوليش ان انت ما بتاخدش اجازه باخد اجازه، بس انا مين اللي بحب اجازاتي دايما تكون فيها سفر. ان انا السنه دي بس من اول يناير لحد النهارده سافرت انترناشونالي مثلا بتاع 13 مره ولا حاجه. فانا مين اللي بحب السفر وبحب الحاجات البعيده يعني. يا اما حاجات بعيده اخد العربيه مثلا اسوق على الاقل ساعتين، يا اما حاجه تكون ليترالي تحت البيت. بس دي في حاله لو في شمس بقعد بس كده اتفرج على الدنيا وابقى قاعد مستلقي كده في الشمس وخلاص. بس مين كلها اكتيفيتيز
ليها علاقة بالسفر، ممكن مرة سفر حاجة في البحر، ممكن مرة سفر حاجة فيها سياحة، بتاع دوت آثار مثلا، كلام من ده. ممكن حاجة تكون ادرينالين دريفن، حاجة مثلا زي بتاع دوت بارا سيلينج مثلا، أو سوري بارا جلايدنج، أو كلام من ده. ممكن تكون حاجة يعني it is very dynamic. ما عنديش لأني بزهق بسرعة، فمش هتلاقي حاجة شبه التانية خالص في أي وقت. ولذلك السؤال الجاي ما بقاش فالid، هل انت بتحب الروتين او اصلا عندك روتين؟ لا، بحب الروتين لما أكون، أو مش هسميه روتين، يعني أنا بحب النظام، بس النظام نفسه بيتغير. مم. يعني انا ممكن ابان قدامك ان انا مثلا طالع اول فيديو ساعتين ومش محضر له حاجه، فدي تبان عشوائيه، لكن انا جوه دماغي عارف كويس قوي ترتيب هتكلم فيهم. ولو في حد فصلني في نقطه ودخلت في حاجه فرعيه، هعرف ارجع للاولانيه تاني والكلام ده كله. فانا عندي نظام بس ما عنديش روتين. اوكي. يعني انا مثلا، انا من الناس اللي بتحب الروتين. انا ما اعرفش الترمينولوجيز ممكن تختلف يعني من شخص للتاني، ولكن ان انا لا، قبل الشغل لازم اقعد اشرب قهوه مثلا، واخد نص ساعه مش كده، لنفسي مثلا. يعني انا ممكن في مره اشرب قهوه الصبح، ممكن اشربها بعد 3 ساعات ظهر، ممكن في مره انزل الشغل الساعه 7 الصبح، ممكن مره انزل الساعه 1، اوكي. ممكن بتاع دوت اشتغل فروم هوم في ايام مختلفه، ممكن آه، انا بشرح مثلا كورسات بتاعت اسمه ايه دوت زي فاونديشن بتاع كمبيوتر ساينس وكده. لو اوكي. قارنت عملت بتاع يجي 17 دفعه لحد دلوقتي ولا 20 دفعه، مفيش واحده فيهم اتقال لها نفس الكلام زي التانيه. اوكي، ده واضح ان بالنسبه لي من اول دفعه لاخر دفعه عمري ما حضرت اي حاجه. فانت تقارن نفس المحاضرتين حتى هتلاقي كونتنتس مختلفه وديوريشن مختلفه. ممكن ناس تخلص سي بلس بلس مثلا في 10 محاضرات، امم ممكن دفعه في 12، ممكن دفعه في 6. فالموضوع بالنسبه لي عمره ما بيمشي بكده خالص في حياتي. اوكي ماشي. انت شغال على ايه دلوقتي الكوميونتي ده؟ المشروع بتاعك اللي انت رايح بيه للانتلر، صح؟ اه، اوكي. طيب، بعد اللي انت بقى بتعمله ده، تطلع تتكلم كتير قوي، مدي وقت، فاهم؟ ما شاء الله، يعني انت مدي وقت كبير قوي فعلا للكوميونتي والناس، ايا كانت طريقتك، فاهم؟ لكن انت مدي وقت، وعندك هدف، وعندك فيجن معينة، وانت اتكلمت عنها اوريدي. شايف ان انت اخدت الساتسفيكشن او الابريشيشن او التقدير او اي حاجة حسستك الطريق اللي انت، لان احنا في الاول وفي الاخر، فاهم؟ انت ممكن تكون بتعمل حاجة والناس كلها شايفينها كويسة، بس انت ما بينك وبين نفسك ما، ودي بتحصل كتير قوي للناس، يعني فاهم؟ الدنيا لا مش تمام، انا ما حققتش اللي انا عايزه هنا، فاهم؟ مش ده الساتسفيكشن اللي انا مستنيه، مش ده الامباكت اللي انا كنت متخيل ان انا هعمله. هل ما انت؟ عشان كده انا بقول لك من زمان بطلت ابص في الحاجات اللي انا بعملها خارج نطاق البروفيشنال كارير والحاجات دي كلها من مقياس ساتسفاكشن الناس او رضا الناس او نجاح الناس او الكلام ده كله. فانا ليترالي بطلع اقول، أنا زي ما قلت لك، بطلع ما بتكلم في حاجه، انا بتكلم بصوت عالي. لا، انا فانا بقول بقول الساتسفيكشن حاجه، بتاعك انت، انت اه بقول لك، ما هو عندك. الساتسفاكشن بتاعنا ان انا اقول الحاجه بالشكل اللي انا عايز اقوله في الوقت اللي انا عايز اقوله بالطريقه اللي انا عايز اقولها. طالما انا عملت كده فخلاص تولع الدنيا كلها باللي فيها، ما عنديش اي ازمه تقدر والله. تدرس اي حاجه. مش اوكي. فارق معايا اي حاجه. والله هي تبقى نعمه لو الانسان يقدر يتكلم ويجنور الناس بشكل كامل، بس ماشي. طيب. لو آه. انا مش باجنور الناس، بس انا ما بيفرقش معايا الناس، يعني في فرق بين الاثنين. يعني انا لما حد بيعمل حاجه غلط او حد ما اعرفش ايه، ما عنديش ازمه اتخانق معاه، اعمل اي حاجه. بس هي الفكره ان هو زيرو امباكت على اي حاجه، يعني تخليني اتضايق او تخليني اتعصب والكلام ده كله مش فارقه. احنا معانا اسئله الناس لسه في الشابتر الثالث، فلما نوصل لها هنشوف الكلام. الشابتر التاني بقى هو 14 سؤال. طيب، هو متقسم اجزاء زي ما قلت لك كده، هو 5 كاتيجوريز. اول جزء فيه هنتكلم على learning habits، حاجات مم. تخص التعليم بتاعك والجيرني بتاعتك، بتاعت الشخص يعني عموما، يعني مش بتاعتك انت كمشرف، وطبعا هي ارائك فيها يعني. الديلي هابتس، حاجات المفروض يعني في روتينك او في نظامك، فاهم؟ او ايه ارائك فيها، بس هي تخص اكتر، او لو صنفناها هتبقى تحت الديلي هابتس. مم. بعد كده الكارير هابتس، حاجات تخص الكارير، هابتس تخص الكارير. بعد كده تيم هابتس، مم. حاجات تخص التيم. واخيرا تو هابتس بيتكلموا من اللايف برسبكتيف او ثقافه عامه يعني. اوكي. فخلينا نبدا بالليرنينج هابتس. واول سؤال: مم. look for the signal. look مم. for the signals معناها
ان انت دلوقتي احنا عندنا الفير اوف ميسنج اوت. اه. الناس يعني محتاجه توازن شويه ما بين الحاجات اللي هي كل يوم بتطلع فانت محتاج تعرفها، مم. محتاج تعرفها. فالفير اوف ميسنج اوت بيخلي دايما الناس اي حاجه جديده تظهر، سواء هتفرق معاه في الكارير او هتفرق معاه في الجول بتاعه، ان هو يروح يتعلمها او يروح يبص عليها. ففي ناس بتقول لك لا، الفير اوف ميسنج اوت دي حاجه وحشه، في حاجه اسمها جوي اوف ميسنج اوت. انت تركز شويه إيه السكيلز اللي معايا، فانا احطها انتو اكشن اكتر من ان انا اروح اليرن سكيلز جديده اصلا. فانت بتشوف الحته دي ازاي؟ هو بص، في عندي تو فيوز في القصه دي. في فيوز عندي انا شخصي، بس ده مش هينفع غير معايا انا، عشان انا بعمل، يعني انا لو ما عملتش خمس ست حاجات في نفس الوقت ما اعرفش اشتغل. فانا ممكن تلاقيني شغال عادي خالص وبتعلم حاجات مش عشان استفيد بيها في حاجه، عشان انا بس مستمتع ان انا مثلا اتعلم بيرفيومز بتحصل لها ديزاين ازاي او ما اعرفش ايه والكلام ده كله. مم. ولكن الشخص العادي اللي هو عايز يتعلم حاجه عشان يستفيد منها على المستوى البروفيشنال، ما ينفعش تكون دريفن بايه الجديد او ايه الهايب او ايه الترند او ايه الكلام ده كله. لازم يكون قبل ما يعمل اي حاجه انا هستخدمها في ايه، ده مكعب جديد هضيفه للتول بوكس بتاعتي عشان اعمل بيه حاجه معينه. لو الحاجه معينه دي ما اتعملتش هو كده كده هينساها، فهيبقى وقت يس. ما في الزباله ملوش اي لازمه. ده فانت حقيقي. لازم قبل ما ياخد اكشن يعمل حاجه لازم يكون محدد بالظبط هو هيعمل بيها ايه او لان انت هيستخدمها ايه. مش هتقدر تتعلم كل حاجه، انت بتتعلم الحاجات اللي بتفرق في بالظبط. الكارير بتاعك. اوكي. طيب، تاني هابت او تاني سؤال، هو بيتكلم طبعا بما ان الهابتس اللي احنا بنتكلم فيها دي هي في الكاتيجوري بتاعت الليرنينج. فهو هنا بيقول لك ايه بقى؟ الفاندمنتالز. ليه التركيز في الفاندمنتالز؟ هل هو مهم او مش مهم؟ طبعا انت طلعت في بودكاستات كتير وفيديوهات كتير قوي اتكلمت، وانا مش حابب اكرر اي كلام. ولكن هي الهابت دي كجزء من الليرنينج هابتس، فهي بتقول لك ان انت ما تعملش اجنور للفاندمنتالز، لانها لو ما فرق هتقدر تشتغل من غير الفاندمنتالز، بس مش هتقدر تكمل او مش هتقدر تبقى شاطر، او هيكون لك ليميتيشنز وسقف معين. اه. بس لو انت انبوت لو انت خفيف عندك عايز تزوده عن اللي انت قلته قبل كده؟ تمام. لا، هو اعتقد هي الفكره كلها ان انت لازم في الكارير بالذات يعني يكون كل حاجه واي دريفن، يعني تكون دايما عارف بالظبط انت رايح في السؤال اللي هو بيتسال في الاتش ار اللي الناس في مصر بقت مستخفاه، بتاع شايف نفسك فين بعد سنه وثلاث سنين لازم الكلام ده يكون عندك، ومش عندك الاجابه بس عندك ليه كمان. يعني كمان امم. 5 سنين عايز اكون مدير ليه؟ لان ليه ده هي هتحدد لك الطريق. لو انت هدفك مثلا تكون مدير عشان مرتبك يعلى، انت ممكن تاخد فلوس اكتر من غير ما تكون مدير وتشيل ايه. الصداع ده. فلازم تكون عارف رايح فين ورايح ليه، وليه اهم من فين. امم. اوكي، فده اللي هيساعدك فيه ان انت يكون لما تفهم انت عايز توصل فين او تكمل على اللونج تيرم ازاي. فده هيفرق معاك، هل انت محتاج الاساسيات ولا انت خلاص بقى انت محتاج فلوس، او مجرد محتاج ان انت تبدأ شغل ايا كان وخلاص يعني. بالظبط كده. طيب، تالت هابت طبعا جزء برضو من الليرنينج هابتس، بتتكلم عن دايما الشرح بيأكد لك سواء انت فاهم المعلومة او لا. انا في فترة كنت معيد، فمواد انا ناجح فيها، مم. تمام. فلما كنت اروح بقى اشرح مثلا نفس المادة او هشرح حاجة في الاوبريتنج سيستم، كنت بحس ان انا ما كنتش فاهمها، وانا نجحت في المادة ازاي؟ فاهم؟ لان انت بيطلع اسئلة في دماغك وحاجات في دماغك. انت يعني انت عايز تبقى عندك الاويرنس بالحاجات كفاية عشان تقدر تنقل للناس المعلومة، والطبيعي ان الناس هتسأل. فهو دايما بيقول لك ان تجربة ان انت تحاول تشرح الحاجة بتفاليديت قوي مدى فهمك ليها. مم. فايه اهميه بص، الليرنينج هابتس يعني؟ مش شرط. يعني انت ممكن لو انت حاولت تشرح حاجه هتفاليديت كده، بس انت هل اللي قدامك، يعني انا في الاخر بعتبر الموضوع فيه ايثيكال ديليما شويه. هل اللي مم. قدامك عارف هذه المعلومه؟ يعني انا مثلا لما كنت في الكليه وكنت طالب، لما كنت بشرح لزمايلي حاجه هم عارفين ان انا طالب، يعني في بيج probability ان انا ممكن اكون اللي بقوله كله هبد، واخد اوكي. بالك؟ فهم اه. يبقوا عارفين ان انا اقول اي حاجه لما يفهموها لازم يراجعوا عليها هم عشان يتاكدوا ان المعلومه كانت صح لما تبتدي وز. مظبوط. ساعات ان في ناس ما عندهاش خبره في اي حاجه ويروح يشتغل مثلا انستراكتور في مكان معين، فاللي جاي دافع فلوس هو مش عارف هذه المعلومه. هو اللي بيتقال له ان الانستراكتور دوت المفروض راجل تم اختياره بناء على انه عنده خبره في اللي بيقوله. لا بس وبالتالي انا بتكلم هنا انت كشخص، انت انا كشخص هتستفيد، ما فيش فيها مشكله. وتكون صادق مع نفسك. خلي بالك برضو يعني انا برضه بتكلم لازم.
صادق مع نفسك يعني. ما هو يعني ايه، انت زي ما انت بتقول، ما في انستراكتورز كتير بيشرحوا وناس كتير بتشرح وهي مش اوير كفايه اصلا بالتوبيك، ولا حتى 80%، فاهم بالظبط. يعني؟ 80% نسبه عاليه كمان يعني، فاهم؟ اه. فده لانه مش صادق مع نفسه. هو لو اه. انت بتسال نفسك الاسئله الحقيقيه اه. وبتمشي ورا الحاجات دي مربوطه ازاي ببعض، طب ازاي دي بتحصل في حين ان انا من شويه كان الكتاب بيقول كذا، فاهم؟ ده اللي بيخليك تبقى عندك اويرنس اكتر. فهنا الصدق مع النفس حاجه مهمه، مم. وبعد كده بقى محاوله ان احنا نشرحها للناس. بالظبط. فهي القصه كلها ان الجزء الايثيكال ده لازم يتاخد برضه في الاعتبار. عارف ألبرت اينشتاين كان بيقول في الحته دي ان انت لو ما عرفتش تشرح اي حاجه لطفل عنده مثلا 6 سنين، فانت ما اه. انتش فاهمها كويس. انا مش حاسسها بصراحه يعني. طيب ماشي، روح اشرح الناس النسبيه يعني. اه. روح اشرح الناس النسبيه روح اشرح النسبيه لحد عنده 20 سنه مش 6 سنين، فاهم؟ اه. ماشي. بالظبط كده. طيب رابع هابت، وهنا احنا بدأنا ندخل في الهابتس اللي هي الديلي هابتس بقى. مم. اوكي، مش الليرنينج هابتس. رابع اه. هابت هي بتتكلم بي بورينج. تمام، بي بورينج بمعنى، يعني انا على فكره ما بحبش اقول عليها بي بورنج، انا بحب اقول عليها كيب بلاينج، لان المجال البرمجه بشكل عام مم. مجال مكمل معاك، فانت لازم تهدى شويه على نفسك. مم. لازم تفهم ان البرمجه ما فيهاش فوز، البجات مش هتخلص، الحاجات دي مش هتنتهي. اه. فجزء من الديلي هابتس، شايف ان انت ايه اللي ممكن يساعدك ان انت بي بورنج هنا لاجل ان انت تكمل يعني مثلا كان في حد على تويتر قبل ما افتح البودكاست ده مم. تقول ازاي نتخلص من البيرن اوت، فانا كنت شايف ان احنا مش محتاجين نوصل للبيرن اوت. مم. فشايف ايه في حته البي بورينج او كيب بلاينج، او ان انت تفهم ان البرمجه ملهاش نهايه، الشغل مش هيخلص، فتحاول تهدى لان ده ديلي روتين او ديلي هابتس، دي هتفضل مكمله معاك. هي الفكره كلها ان انت، اه يعني انت مفيش حاجه في الدنيا بتنتهي، وخصوصا في المجالات اللي هي بتتغير بسرعه. مم. فانت لازم فعلا تفضل يعني، حتى مش بس تتعلم فيرتيكالي، لازم تتعلم هوريزونتالي كمان. في حاجات كتيره لما هتكبر بعد كده هتبقى حاجات ما كنتش تعملها اصلا، ومحتاج تبدا تتعلم تعملها. فانت هيفضل الموضوع ده مستمر، مش هتكبر من غير كده. بالظبط. ليه؟ اوكي طيب، الهابت الخامسه do it for your future self. مم. دي مينلي دي بتتكلم كمان للانجينيرز، وتحديدا في الكود، في البرسبكتيف بتاعتك، ان انت دايما ما تكتبش الحاجه على اساس ان انت هتفهمها حتى. مم. يعني حتى لا، مش انت الحالي، مش الكرنت فيرجن منك اللي هي لسه كاتبه الكلاس التاني ده ولا الفايل التاني امبارح، فاهم؟ لا، اه. يور فيوتشر سيلف. فانت شايف ازاي وانت بتعمل الحاجه كديلي وروتين جوه الشركه بتاعتك او جوه شغلك كانجينير يعني، مم. تكونسيدر ان هو على اللونج تيرم، فاهم؟ ان الناس ممكن ما تفهمهاش، فانا محتاج ادو ات فور ماي فيوتشر سيلف. اه. ما هي الفكره كلها، الموضوع ده لازم يكون كلتشر في الشركه نفسها. يعني هل الشركه اصلا عندها اي دوكيومنتيشن من اي نوع؟ هل في ديزاين دوكيومنتس؟ هل في يونت تيستنج، specification؟ هل في اي كومنت. حاجه؟ هل في كومنتنج؟ هل في اصلا ستاندردز للدنيا؟ هل في CI/CD؟ فكل الكلام دوت لازم يكون من الاصل، لان فكره انت هتدخل تقوم كاتب كود على طول دهيت ملهاش معنى يعني. ما انت لازم مش بس الناس التانية تفهم انت عملت ايه، لا تفهم انت عملته ليه. يعني في ديسيجن انت ممكن تاخده النهارده يبقى فيري فاليد النهارده، ما يبقاش فاليد بعد 6 شهور. طب انا هعرف منين هل انت خدته من الاصل غلط ولا هو كان صح؟ غير ما اعرف الهيستوري ده مذكور فين. ايا كان بقى الطريقه، على بالظبط. حسب طبعا استراكشر الشركه والابروتشز اللي الشركه بتمارسها يعني. اه. اوكي طيب، اخر هابت في الديلي هابتس، مم. من 9 ل 5. احنا طبعا مجالنا معروف من 9 ل 5 دي اللي هي الثمان ساعات بتوعنا. اه. تمام. فهل من 9 ل 5 كفايه؟ انا مش عايز اقول لك راي الكتاب، مش عايز اقول لك رايي، مش عايز اقول لك البالانس وكل الكلام ده، انا عايز اعرف رايك انت. يعني هل من 9 ل 5 كفايه؟ لو الدنيا موجود في سيستم محطوط، والناس الاستراكشر محطوط وفي هيراركي كويسه، والناس فاهمه هي بتعمل ايه، كفايه وكفايه قوي يعني. اوكي طيب. طب وحتى في الايرلي ستيج حتى الكلام ده انت؟ حتى في الايرلي ستيج لو انت حاطط الدنيا فاهم انت بتعمل ايه، مش ماشي تهبل وخلاص، هيبقى هي القصه كلها هتكفي. لكن لو شخص مش عارف هو بيعمل ايه، لا مش هتكفي طبعا. اوكي نايس. انا بحب الكونسبت ده عموما، انا بحب البرسبكتيف دي قوي. ان مم. انت
ما تبوظش حياتك وما تبوظش الدنيا، وحاول تكون في مكان هو يوفر لك البيئة اللي تساعدك ان انت تجو ويكون في بروجرس في الكارير بتاعك من غير ما يعني نبوظ لك يومك. بس للاسف عشان مش كل الشركات بتحتوي على هذه الانفايرمنت ولا هذه الكالتشر، فانا بقول للناس ماشي، يعني ممكن في الايرلي ستيج للاسف عشان المكان مش مساعدك فانت هتضطر تظبط ده. ولذلك انا بتفق معاك يعني بالكامل، لو الشركة فيها ما يكفي فهيبقى احسن لنا كلنا يعني، فاهم؟ بالظبط كده. طيب الكارير هابتس، احنا كده اتكلمنا على الليرنينج هابتس واتكلمنا على الديلي هابتس. الكارير هابتس، مم. اول هابت، الهابت رقم 7، اول مم. هابت في الكارير هابتس، ماستر ذا دارك سايد. اه. برضو عشان انا بحب جدا الكونتكست اللي بيحصل بشكل عشوائي كده في حياتك، فتلاقيه مم. بيريليت مع الحاجات اللي انت بتشوفها. انا اه. كنت قبل ما افتح شفت بوست على لينكدين من حد بيتكلم على الاوفر انجينيرنج. مم. فبشكل ما ماستر ذا دارك سايد، الدارك سايد المقصود به هنا هو البيزنس سايد اه. يعني. عن البيزنس سايد بالنسبه للديفلوبرز ناس كتير طبعا، لان هو في حته مسليدنج، فبالنسبه لناس كتير بيكون الدارك سايد الحته اللي مش حلوه، الحته اللي احنا مش عايزين نعرفها، او الحته اللي ما بتاثرش معانا ما بتفرقش معانا. فانت شايف ازاي في الموضوع ده؟ ما هو ده يرجعنا تاني للقصه اللي قلت لك عليها، لازم انت تكون عارف عايز تكون فين وعايز تكون ليه. لان ليه هيحدد اجابه السؤال ده. يعني انا النهارده مثلا لو عايز اكون مدير، المدير بيعمل ايه في حياته؟ معظم شغله دوكيومنتس وميتنجز والكلام ده كله. طب لو انت مش عايز تتعلم هذه القصه دلوقتي، متوقع ان انت تبقى دي شغلتك بعد كده ازاي؟ طب لو فهي انجينير، القصة- ايه ده؟ لو انجينير هي ما هو هي لو انت بتطمح ان انت توصل لبوزيشن مانجمنت، او الكباسيتي تكون اكتر جزء من الكباسيتي، او متقسمه كحاجه يعني بيبل اورينتد او مانجمنت او حاجات زي كده او بزنس اورينتد يعني، فتمام هيبقى فاليد جدا ان انت تركز. ولكن لو انجينير بقى عادي هو ديفلوب. عايز تبقى انجينير بيعمل ايه؟ عايز تبقى برنسبل انجينير مثلا؟ ما هو برنسبل انجينير بيعمل حاجات كتير من اللي بيعملها المانجر ولكن بشكل تكنيكال. جزء كبير من شغلانه معظم البرنسبل انجينير ما بيكتبوش كود، ولو كتبوه بيكتبوه كل فين وفين. بس هو بيعمل لك شغلته، ما انت لازم تكون عارف اللي انت رايح له ده هو ايه اصلا. ده واحد بيعمل شغله حاجات جزء فيها بوليتيكال، وجزء فيها ليه علاقه بالفيجن، وجزء فيها علاقه بالاستراتيجي، وجزء فيها ليه علاقه بالريليشن شيب مع الحاجات مع الديبارتمنتس المختلفه، وجزء منها ليه علاقه بالليجل. ده شغله. فانت لو عايز تعمل هذا الشغل، عايزه يبقى هو الفول تايم بتاعك، ما طبيعي لازم تتعلمه. واخد ما بالك؟ يفرقش معايا في الكود ايه ده؟ البيزنس. بس قبل حتى ما اسالك السؤال ده، انت قلت برنسبل اللي هو ما بعد الاستاف في الشركات اللي عندها اه. الاي تي ليفلز يعني. ف اه. طب لو حد انت، يعني انا فهمت البرسبكتيف بتاعتك، بس مش هيفرق معايا في الكود، معرفتي بالبيزنس تفرق في الكود؟ شايفها يبقى ازاي؟ خلاص، يبقى انت كده واضح مع نفسك اللي انا مثلا هقف عند السينيور او هقف عند الميد وخلاص. لا لا، ما اقصدش، قصدي لو شخص بيكتب كود مش شخص برنسبل لسه، هو عايز يكمل، هو مش عارف هيكمل اي سي ولا هيكمل بيبل اورينتد ويدخل في حته الانجينيرنج مانجر والكلام ده كله، هو لسه مش عارف الكارير بتاعه هيمشي ازاي. مم. ولكن هو لسه ما قبل الاي سي بشكل كامل وما قبل البيبل اورينتد او البيزنس اورينتد بشكل كامل، هو بيكتب كود. فهل معرفته في البيزنس في الايرلي ستيج يعني، فاهم؟ هو هل معرفته بالكود بالبيزنس هنا تفرق معاه في كتابة الكود؟ ما هي مش هتفرق معاه في كتابة الكود على المستوى الصغير، ولكن هو لو عايز يكتب كود بتاع السينيور هتفرق معاه طبعا. اوكي. لان الكود بتاع هو القصة كلها، انت ما بتكبرش فيرتيكالي بس، انت بتشوف ايه. يعني انت الهوريزونتال او الفيلد اوف فيو بتاعك بيوسع. انا النهارده عشان اكون راجل سينيور مثلا هكتب كود حاجه بسيطه جدا زي الداتابيس، هنهوستها فين؟ امم. لازم اكون عارف يعني ايه جي دي بي ار عشان اعرف ايه الداتا مثلا اللي ما ينفعش يطلع بره حدود اوروبا، وايه اللي يدخل في اوروبا او الكلام ده كله. ايه التغييرات في القانون العلاقه بالاي اي. ايه الحاجات اللي ما ينفعش لازم تبقى هوستد في كونتري معينه او تطلع براها. امم. الريكوايرمنتس اللي موجوده مثلا لو انا شغال في تطبيقات بنكيه، بي سي اي مثلا، والحاجات في لازم الحاجات دي كلها ما هتاثر في الكود هيتكتب ازاي. وايه اوكي. الكومبوننتس اللي موجوده، وايه الاركتكتشر اللي هيتعمل، وايه الحاجات دي كلها دريفن باي بزنس نيد. يا اما وبزنس انت تعرفه، كاس. يا اما حد يقوله لك. ما هو لو حد قاله لك خلاص انت ما بقتش السينيور اللي بيعمله، يبقى في حد بيديك تاسكات. ما انا عشان بتكلم على سكيل كل الشركات يعني هو طبعا لو الشركه بقى ستراكشر وفي هذا النوع من البيزنس الاينمنت متقسمه على ناس معينه، سواء بقى اي سيز او انجينيرنج مانجرز او كده،
فهي اه. هتوصل لك المعلومه، هتبقى عارف البيزنس محتاج ايه بالظبط. لكن انا كمان كان قصدي على حته حلوه انت قلتها، انه هيفرق في اللونج تيرم. فهمك للبيزنس هيعرفك اذا كنت انت الحته دي تتبني ازاي، زي ما انت قلت اصلا. اه. تتبني ازاي؟ لان الرود ماب بتاعت البيزنس احنا في الاول وفي الاخر بنكتب الكود عشان يماتش الرود ماب. اه. اللي هو مش حالا بقى يماتش الرود ماب طول ما احنا ماشيين، سواء شورت تيرم او لونج تيرم. مم. طيب ماشي. بالظبط. طيب تاني هابت في الكارير هابتس، وهي الهابت الثامنه، السايد بروجكتس. مم. ما هي اهميه السايد بروجكتس ليك؟ بالنسبه لي انا مش هتميك سنس للناس، لان انا السايد بروجكتس بتاعتي مني ما بتبقاش تكنيكال. يعني هتلاقيني مثلا سايد بروجكت في حاجه لها علاقه ببرفيوم، سايد بروجكت في حاجه ليها علاقه بالتصوير، بحاجات ليها علاقه بالسفر، بكتاب بكتبه كلام من ده. فالقصه بتبقى مختلفه عني بالمقارنه بالناس. اوكي. لكن بشكل عام السايد بروجكتس طبعا مفيده عشان تقدر تشوف بره السبيكترم اللي انت حاجز نفسك فيه، وخصوصا في الناس اللي هي بقالها في نفس المكان فتره طويله بتعمل نفس الحاجه. خصوصا لو ما فيش opportunity في الشركه ان انت تجرب الحاجه دي او تشوفها، بالظبط. محتاج تديها اوبن سورس بروجكت او تديها اه. سايد بروجكت يعني. اوكي. بالظبط كده. طيب الهابت رقم تسعة، وهي الهابت الثالثة في الكارير هابتس. مم. ماريو ولا سوني؟ ماريو هو الشخص اللي بيتنطط بين الشركات، وسوني مم. هو الشخص اللي بيقعد وقت أطول في الشركة. فأنت شايف الموضوع انا إزاي؟ شخصيا سونيك لاني بزهق، ولكن يعني سوني. انا شخصيا سونيك لاني بزهق، ولكن بس مع. سوني ده هيفضل في نفس الشركة مش هيتنطط. لا، مش قلت ماريو هو اللي بيفضل في نفس الشركه؟ ماريو بيتنطط. هيبقى ماريو. يبقى ماريو. أوكي، تتنطط بين الشركات. اه. في رينج قد إيه مثلا؟ انا بالنسبه لي اول ما بزهق بتنطط، ما أنا عنديش. أنا بشوف، أنا عارف الكارير بتاعك، أنت بتتنطط فعلا. بس اه. ما بتكونش مثلا بتقول انا محتاج اقعد اتليست مثلا في جوجل 3 4 سنين عشان اخد الاكسبيرينس اللي هي ايه، جزء من الاكسبيرينس اللي انا ممكن اكسبها جوه. لا، ما عنديش الصراحه حاجه معينه ان انا ابتديت ازهق مش هبدا هوصل لمرحله ان انا مش هعرف اوفر حاجه او كده. فخلاص يعني ماشي ماريو. تيم هابتس بقى، الهابت رقم 10 واول هابت في التيم هابتس هي الاكتيف listening. الاكتيف listening، تعليقك على الفاليو دي، فاليو الاكتيف listening، ان انت تسمع. في جملة بتقول لك انت ما بتسمعش عشان يعني دايما ما تتكلمش عشان ترد. تمام، اه. اتكلم لما يكون عندك حاجه. ما هي الفكره كلها، الليسننج ديت حاجه مهمه جدا في اي حد عايز يدخل في الليدرشيب، عايز يتجه للسينيور، عايز يبقى مانجر. لازم تكون بتلسن عشان تفهم انت هتعمل ايه، وتلسن اكتر بكتير من انك تتكلم. اوكي ماشي. طيب الهابت رقم 11 مينلي طبعا عشان دي تيم هابت، دي بتتكلم على الاستيميشن. مم. وهنا يعني في الكتاب لما كانوا بياخدوا وراء ناس كتيره، من الحاجات المضحكه والويرد الغريبه اللي انا شفتها، ان كان في ستاف انجينير شغال في جيت هاب، كان الكومنت بتاعه على دونت اندر استيميت او الاستيميشن يعني. يقول لك انا ما بحبش الاستيميشن زي اي حد، ولذلك يا اما ما تدينيش استيميشن يا اما انا بضرب الاستيميشن في اتنين. دي مم. كانت حاجه ويرد قوي بالنسبه لي ان انا اسمعها من حد ستاف يعني. مم. ماشي، انا يعني في كتاب اللي هو ذا بلاك ارت اوف استيميشن، في كتاب مشهور في ال 14 هابتس يعني، كانوا جايبين سيرته. هو بيقول لك ماشي، لو تكنولوجي جديده، حاجه جديده انت ما تعرفهاش، فانت محتاج تزود من 20 اوفر هيد، من 20 ل 40% عشان تقدر تستمتها بشكل صحيح. محتاج تقسمها لاجزاء بس لدرجه ان انت تضربها في اتنين. بص، هو الموضوع ده فيه مدارس كتير، بس هي الفكره ان انت اولا قبل اي حاجه انت لازم تحسب يومك بكام ساعه. يعني جنرالي سبيكينج احنا لما كنا بنحسبه في امازون وجوجل وفي شركات كتيره، كان اليوم بيتحسب تقريبا من 4 ل5 ساعات. لان باقي الوقت دوت انت بتعمل حاجات مالهاش علاقه بالبرودكتيفيتي، يا بتعمل ميتنج، يا بتقرا ايميلز، يا بتعمل ما اعرفش ايه. الوقت اللي فاضل ده بقى انت بتعمل استيميشن على حسب. فانت في اسهل طريقه كنت شفتها كانت طريقه التيشيرت سايزنج بتاعه ال4 سبوتس. هل انت يس. شغال على حاجه كبيره وانون، ولا كبيره وانت عارف بتتعمل ازاي، ولا صغيره ونون، ولا صغيره وانون؟ كل واحده فيهم بتاخد بوينتس من واحد واثنين وثلاثه وسبعه. بتمشي سيلز، بتمشي 1 3 5 7 كده. بالظبط كده. فانت بتحط القصص دهيت وبتشتغل كده، وفي ناس بتشتغل بيزد على وقت. ولكن مشكله الوقت ان هو
بيوسكليت. فهي القصه كلها، انت طالما شلت الاوفر هيد من الاول وسبت الوقت، بتشيل بقى طبعا الاجازات والاعياد الرسميه والكلام ده كله، وتسيب الوقت اللي هو المفروض بنسميه وقت ال بتاع دوت الاكتيفيتي، او وقت اللي هو البرفورمانس، او وقت اللي بيشتغل فيه والكلام ده كله، على حسب انت كمان بتحسب ازاي. يعني انت حتى لما تيجي تحسب الحاجه، هتشتغل مثلا كوارتلي ولا 6 شهور، هتعمل اوكي ارز ولا لا، طبعا نقسمها ازاي، ايه البريورتيز بتاعت الحاجات دهيت، هل متوقع يكون في حاجات بتيجي اد هوك ريكويست ولا لا، فنسيب لها بفر. وبعدين بعد ده كله لازم برضه تيجي في الاخر تشوف ايه اللي انت كنت متوقعه وايه اللي حصل والجاب حصلت ليه وهنحلها ازاي. فلازم اوكي اتعلم منه كل شويه. ماشي. هو كده كده يعني انت قلت حته تخص الكباسيتي والفيلوسيتي اكتر. لو الناس اللي هي بتقيم بيزد اون بوينتس، مم. فدي كده الناس دي المفروض ان هم بيشتغلوا على اساس الفيلوسيتي، هم عارفين التيم فيلوسيتي قد ايه. اه. والمفروض البوينتس دي تكون بتعادل طول ما انتم ماشيين، المفروض تكون بتعادل في الاخر. ماشي، لو احنا ادينا لها 3 نقط فاحنا عارفين ان هي تاخد من يوم ل3. لو ادينا مم. لها طبعا الموضوع لازم يكون نسبي. اه. والكباسيتي زي ما انت قلت طبعا لازم نشيل الاوفر هيد. يعني هو الكباسيتي حتى بتاعت كل شخص زي ما انت قلت، الكباسيتي مم. بتاعت كل شخص ممكن تختلف كل اسبوع او كل اسبوعين ايا كانت اه تقسيمة بالظبط. الشغل. لو انت لو واخد 2 دايز اوف مثلا او يومين اجازه، مم. كده الكباسيتي بتاعتك قلت 16 ساعة. تمام. آه، بالظبط. وزي ما انت قلت الميتينجز والاوفر هيد الحاجات دي كلها لازم يكون معمول حسابها قبل ما انت تبدا تستميت بقى على اساس الكباسيتي الفعليه اللي انت فاضي ليها. ولو مثلا تيم ليد فانت تلاقي مثلا اراوند 60% او مم. 40% مش وقت ليك غير حتى الميتينجز، فانت الكباسيتي بتاعتك غير اي حد تاني مثلا، فاهم؟ اه. ما هي القصه كلها كده. وبعدين كمان الكباستي مختلفه، انت في انهي مرحله في البروجكت، انت في انهي مرحله في حياتك، ايه الحاجه اللي بتحصل حواليك، في مليون الف اسبكت بيغيروا القصه دي. طيب الهابت رقم 12 هي اخر هابت في التيم هابتس، هي السبيشاليست والجنراليست، او بمعنى تاني الشخص اللي بيتعلم وان مين تكنولوجي وبيركز فيها، والشخص اللي بيتعلم اكتر من تكنولوجي عشان عدد من الاوبورتونيتيز يكون اكبر. انا دايما ضد ان الشخص اللي هو بيقول على نفسه سوفت وير انجينير ان هو يبقى تكنولوجي دريفن. التكنولوجي اوكي. مجرد تولز، لازم تبقى اجنوستيك. ممكن تبقى بزنس دومين ثابت، انا راجل بعمل مثلا فينتك، او انا شغال في جيمز او الكلام ده كله. ممكن تكون تكنيكال دومين ثابت، ان انت مثلا بتاع باك اند او فرونت اند او ابس، ولكن تربط نفسك بتكنولوجي معينه، دي مشكله. لان التكنولوجي في اي لحظه ممكن تروح، في اي لحظه شركه ممكن تشتريها وتوقعها. انت بتربط نفسك بحاجه اوتسايد اوف يور كنترول، ودي اوكي، مشكله اي حد عايز يكمل في اي بزنس. هي دي تريد اوفس من السبيشاليزيشن، ان انت تاخد بالك ان التكنولوجي دي لو وقعت فانت محتاج تشفت. تاخد بالك ان كمان ده في اسوأ من كده، انت ممكن تكون معاك تكنولوجي مطلوبة جدا 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 ومش هتقع، ولكن التكنولوجي دي ممكن اللي انت بتعمله جوه الشركة يكون مش ريليتد بالطلب العام للتكنولوجي، ممكن يكون ريليتد قوي بالشركة وبالاندستري اللي انت شغال فيها. فدي بالظبط. احد التريد اوفس اللي موجودة في السبيشاليزيشن. لكن هو اعترض معاك ان هي ليها علاقه بكونك سوفت وير انجينير او لا. يعني اكبر دليل مثلا انت هتلاقي حتى الفانج، يعني أو اي شركه في العالم بتهاير سوفت وير انجينير، وتلاقي مثلا كوما السبيشاليزيشن المطلوب وعدد سنين اكسبيرينس معين بتهاير. ما بتكتبش عمرك ما هتلاقي مثلا امازون بتقول لك انا محتاجه حد بيعرف جافا، هتلاقيها تقول لك جافا او ايكويفالنت. مش فهم كلهم. بيركزوا هم بيركزوا على التكنولوجي، لان في اي شركه من دولت التكنولوجي بتتغير كل يوم. يعني في اي تيم من ده انت عندك حريه اختيار تكنولوجي معينه، حريه انك تشتغل في حاجه معينه. عمرهم ما بيبدوا التكنولوجي الاول ويعملوا حاجه تانيه. امسك اي برودكت تحت فيسبوك، تحت اي حاجه، هتلاقي غالبا مبني بسبعه ثمانيه تكنولوجيز مختلفه، سواء على مستوى اللغه او على بس مستوى الداتابيز او الكلام ده كله، وبتتغير كل شويه. هقول يعني لك برضه لا، عشان هتلاقي مثلا فيسبوك تحديدا انا شفت لها بوزيشن امبارح مثلا سوفت وير انجينير كوما اي او اس، وطالبين عدد اكسبيرينس في الاي او اس. مايكروسوفت مثلا منزله قريب مش بعيد سوفت وير انجينير داش اندرويد، دي منزله بتبقى software engineer. حاجات فيري فيري سبيسيفيك لابلكيشنز او موجوده او بروجكت او اي او اس. بروجكت لا، بروجكت جديد ما بيربطش نفسه بحاجه زي كده. طب دي بتبقى مثلا برودكت موجود، وبتبقى القصه ان هو خلاص موجود بحاجه زي كده، وعايزين حد هيجي، غالبا حد مشي، فهو عايز يعمل بتاع دوت باك فيل للبوزيشن ده، وهو كان ماسك حاجه معينه معموله بالاي او اس، فهو فيري فيري سبيسيفيك لحاجه زي كده. طب انا ولكن هقول لك العام
بيحاولوا جنرالايزوا لانه في اي لحظه ممكن يغير التكنولوجي بتاعته. امازون جت بين يوم وليله، ليترالي بين يوم وليله، سي او قال احنا هنلغي اوراكل، اوكي. وما اعرفش 6 شهور ولا 4 شهور مش عايز اي حاجه جوه امازون تكون شغاله باوراكل. ده ديسيجن ممكن يحصل بين يوم وليله. طب الموظفين اللي هم ما بيعرفوش اي حاجه غير اوراكل دول مستقبلهم ايه في الحياه؟ خلاص بح. هيشفتوا، المفروض الشركه يكون عندها مسؤوليه ان هي تخليهم يشوفوا الشركه ما عندهاش اي او مسؤوليه تعمل بتاعها. ليه، فاهم؟ ما هو ده طب اللي انا هيحصل. جوه مايكروسوفت كان في بروجكت اسمه ويب اكس تي ده، انا اوريدي دخلت البروسيس بتاعته، كان انجينيرنج ليد، وكان ريكوايرد بشكل ستريت فورورد، لا اي او اس حتى حطينا في التايتل، فاهم؟ وكان احد الانترفيوز اللي جوه مع حد من بره مصر، يعني كان شخص زي العسل، فاهم؟ كان اي او اس، فيري سبيسيفيك اي ما او اس. هو ما هو ده انا ما قلتلكش ده مش موجود، بس دوت الاستثناء مش القاعده. لان اوكي. القاعده هنا، انت مثلا شركه زي جوجل ما بتهيرش التيم معين، شركه زي فيسبوك ما بتهيرش التيم معين، شركه زي لا، دوت كوم ما بتهيرش التيم معين. فهم كلهم عايزين شخص هنحطه النهارده على باك اند شغال بنود هيشتغل، هنحطه بكره على حاجه شغاله بجافا هيشتغل، هنحطه على حاجه شغاله ببيرل هيشتغل، مش هتفرق معاه. بس حلو. مش كل حاجه تقدر تعمل معايا كده، يعني تحديدا عشان انا كمان شغال اي او اس، فتحديدا مثلا ما ينفعش تجيب لي حد ستاف اندرويد موبايل، فاهم؟ انا ما بعتش، انا ما قلتلكش مثلا ستاف باك اند بعيد اه. خالص، لا. ستاف اندرويد ما تقدرش تشغله ستاف اي او اس، ما تقدرش تساله في كل حاجه في الاي او اس خالص. ما هي دي بقى الاستثناء، بس هي الفكره كلها، هل الشخص عايز هو يكمل في القصه دي؟ ما فيش مشكله. بس هي القصه كلها، انا بقول لك انا شخصيا السبيكترم اللي مفتوح للشخص اللي بيعرف ينقل عادي دوت بيبقى اكتر بكتير من السبيكترم اللي هو في حاجه معينه. انا متفق معاك، دي one اوف ذا بينفيتس على فكره اللي اتذكرت برضه في الكتاب، انا بس بقى بحاول اوريك البرسبكتيفز الثانيه ما كانت فيش بطلع مشكله. ازاي يعني. بس بشكل عام اكيد ده حاجه واضحه قوي ان انت تركز دي تكنولوجي، فالاوبورتونيتي بتاعتك اقل، ده اول اه حاجة اصلا يعني، فاهم؟ ولكن ممكن يكون لو انت دخلت مثلا بوزيشن طالب التكنولوجي دي، فانت هتبقى افضل كانديد، فهي هنا ممكن يكون لها مميزات وعيوب، على زي ما انت قلت في الاخر، على حسب انت عايز تعمل ايه يعني. بالظبط كده. طيب اخر تو هابتس في ال 14 هابتس هم اللايف هابتس، وهي حاجات تخص الثقافه العامه اكتر، انت كشخص يعني تخص الحياه بتاعتك. فاول هابت فيهم هي كنترول يور فاريبلز، ودي معناها او مقصود بيها يعني انت تركز على الحاجات اللي انت ينفع تغيرها. مم. عموما بقى هنا ما بنتكلمش تكنيكال، انا بتكلم في الحياه، يعني انت مثلا واحد مش عاجبك الحياه مش كده مش كده وبس، في وتحاول مصر. ما تحطش نفسك في بوزيشن ان انت تجيت كنترولد بحاجات كتير انت مش عارف تغيرها. حلو جدا. حلو، دي حلو، لان انت مثلا لو انت عايش في مصر ومش عاجبك الحياه، مم. انت مش هتغير اقتصاد دوله ولا، فاهم؟ ولا هتعرف تعمل اي حاجه ولكن فتشوف انت ممكن تسافر يعني، اه انت بالظبط. ممكن تعمل الحاجه اللي انت تقدر تعملها، مش الحاجه اللي انت ما تقدرش تعملها، فاهم؟ بالظبط. طيب والهابت الاخيره ال 14 هي ستوب ويتنج. هنا ناس كتيره قوي ما بتاخدش اكشنز، يعني بنقعد نفكر وحاجات، بس اكشن ايتمز ما بتتحطش. ما هي القصه كلها برضو الاكشن ايتم صعب تحدد او يعني تحطها. خليني اقولها لك بطريقه تانية، انت حتى كمشرف اكيد اكيد كان عندك مشاريع كتير، هل كملتها كلها؟ هل دوست فيها وحطيت اكشن ايتمز لكل الافكار اللي انت عاجباك انت وعايز تعملها؟ ما هو الفكره كلها هنا، عايز اعملها حاجه وهعملها حاجه تانية. ما هي الفكره كلها لازم الشخص يكون عارف هو بيعمل ايه وبيعمله ليه. عندي افكار كتير جدا بس انا بالنسبه لي ما هياش اولويه. فانت لازم تحدد ايه الاولويه بالنسبه لك، ولو هو اولويه يبقى لازم تحدد اولويه ليه وهتستغنى عن ايه عشان تنفذه. لازم كل ده يكون واضح. الاكشن ايتمز تيجي في الاخر، بس انت لازم اوكي. الاول تحدد التريد اوفس وهتستغنى عن ايه بريوريتيز. ومستحمل ايه وبريورتيز ايه والكلام ده كله. وطبيعي الاكشن ايتم هتحصل عشان تنقلك على الخطوه اللي بعدها. ده لو انت اوكي. سيستماتيك في التفكير، فالقصه كلها بتمشي بهذه الطريقه يعني. اوكي ماشي. احنا كده خلصنا الفورتينات. الشابتر الثالث دي اسئله من الناس. مم. اوكي. سواء بقى من كيدي سكات او تويتر او لينكدين او برايفت مسجز، يعني لميتها من كل حته. اه. اول سؤال: ازاي تقدر تستفيد من حد في مجال البرمجة؟ ده حد ساب لي السؤال ده. في نفس الوقت انا مش متفق معاه كمواقف دينية او سياسية، وده سؤال مسؤول بجد، حد هو كده معلش.
حد مؤمن وعارف ان انت عندك فاليو، ولكن هو عنده هاسل كده او متلخبط، شويه كونفيوزنج. يعني هو كونفيوزد شويه بفكره ان هو مختلف معاك مثلا في مواقف دينيه او مواقف سياسيه، بس هو مش عارف ازاي ممكن يستفاد من شخص هو مختلف معاه في الكلام ده. مم. هل هو متوقع في فتره من الفترات مثلا يخطبني ولا حاجه، ولا الهدف ايه؟ اكيد لا، اكيد مش هختار. ماشي. هل هو مقتنع بكل الافكار الدينيه للناس اللي بيتعامل معاهم؟ ما هو الزرار اللي بيدوس عليه على الكيبورد غالبا اللي عمله مش متفق معاه، اوكي. والبروسيسور اللي موجود هتلاقيه اتبنى في اسرائيل غالبا، شركه والامامات الجلوبال كده. هايرنج الصينيه، ايه ده؟ اكبر شركه جلوبال هايرنج النهارده وفاتحه فرع في مصر، اسمها دي الاسرائيليه، فاهم؟ اه. انت لو البروسيسور بتاعك انتل غالبا هيكون متصنع في اسرائيل، لان هو تاني اكبر مصنع دلوقتي بيصنع الحاجات اللي شغاله في الريجن كلها. آه فانت السوفت وير فيسبوك اللي هو قاعد عليه معروف الفاوندر بتاعه تحيزاته ايه. يدعم اسرائيل مثلا، اه. فانت هل كل الحاجات اللي بتعملها في حياتك انت عاملها مع ناس انت متفق معاهم 100%؟ 100% ده. لو ده لا، يبقى يعني انا مش فاهم، هي جت على جت على مشرف يعني، ماشي. فالid انا على فكره، انا دايما بقول كده، يعني هو انت الناس اللي بتتعامل معاهم واللي انت بتتعلم منهم كلهم دول انت متفق معاهم 100%؟ صعب قوي يعني، فاهم؟ اه بالظبط. حتى زمان، يعني حتى زمان في التاريخ ما كانش حد بيعمل كده، محدش بيقول لك انا مش هتعلم من ده عشان ده من القبيله الفلانيه او من الحته الفلانيه او من، يعني بالظبط. فاهم؟ مش هنتعلم، يعني مش هنوصل لبعض. اه. الحضارات نفسها مش هتتواصل مع بعض، فاهم؟ طيب ماشي. ازاي مشرف قبل ما يتجه للمانجمنت انت كنت اغلب شغلك باك اند، وفي الاخر بقيت سايت ريلابيليتي انجينير او مانجر، وانت اصلا ما كانش ده الدومين بتاعك تحديدا؟ لان هي دي نفس القصه اللي أنا كنت بقول عليها من شويه. انا عمري ما كنت باك اند. يعني انا اشتغلت في جيمز، واشتغلت في سيستمز، واشتغلت في اوبريتنج سيستمز، واشتغلت في بتاع دوت في في داتابيسز ان انا ابني الانجن نفسه، واشتغلت في موبايل، واشتغلت في باك اند، واشتغلت في حاجات كتير. فعمري ما كنت ليميتنج نفسي لحاجه معينه. انا جنراليست من اول يوم دخلت في المجال ده. اوكي. فهي القصه كمان كلها. مانجر، وكمان ده بوزيشن مانجر، وكمان ده بوزيشن مانجر بالظبط. المانجر مينلي لازم يبص بشكل اكبر شويه. اه، افقي مش اصلي. ده حقيقي. فلازم يكون بيبص على حاجات من كذا منظور. لازم يكون في ميكس ما بين البيزنس وما بين الاستراتيجي وما بين البيبول مانجمنت وما بين البيبول سكيلز نفسها، في انك تقدر تفهم الناس من غير ما يتكلموا والحاجات دي ان كلها. الكباسيتي بتاعتك اه اكتر ناحيه المانجمنت، فاهم؟ الكباسيتي بالظبط. بتاعتك اكتر اصلا متقسمه هنا. آه. وممكن يكون عندك اوريدي ناس كواليفايد انف في الدومين يدوا القرارات التكنيكال اللي انت محتاج انبوت منهم، يعني انت بتديليجيت الكلام دوت وخلاص، لا اكتر. بالديليجيت انت بالظبط. لو مانجر وانت اكتر واحد فاهم في التكنيكال في التيم، انت كده مانجر فاشل، وده تيم رايح في 60 هو داهيه. ده مش دورك، لان الكباسيتي بتاعتك انت حتى لو اكتر واحد فاهم تكنيكال، فانت الكباسيتي بتاعتك مش هتبقى النسبه الاكبر بتاعتها مش متقسمه تكنيكال، فانت برضو ما استفدناش منك، يعني فاهم؟ طيب ده سؤال خلينا بقى نقوله كده. في حد بيقول موضوع التبليغ عن اللي بيدعم فلسطين يا باشا، القصه دي انا عايز، انا مش فاهم القصه دي. طبعا كان في شويه وش حوالين الحوار ده فتره كده ما، ولما انا جيت اقول اعلن ده قالوا لي ايه ده على فكره في ناس كتير واخده موقف منك، اصلا ما اعرفش تعرف رايك ولا لا، آه. والله. بس هم واخدين موقف منك قوي بسبب الموقف ده، ريجاردلس كل حاجه، هو بسبب الموقف ده تحديدا كده واخد ده موقف. موقف مثلا دليل على اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول خالص. حلو. فكره ان انت شخص قاعد ماشي قال لك انا واخد موقف منك من غير ما هو اصلا يكون عارف القصه ايه، ومع اني بالظبط. نشرتها اكتر من مره. ما هو ده دليل على موضوع انعدام الوعي اللي انا بكلمك فيه. مم. انت ما ينفعش تعتبر نفسك تحت قائمه البني ادمين كلهم اساسا وانت مش قادر حتى تفيريفاي القصه دي. يعني انا اكتر من واحد كان يدخل يقول لي انت بتبلغ عن الناس وما اعرفش. قلت له طيب اثبت لي ان انا ببلغ عن الناس وقدام الناس كلها، هي هديك مليون جنيه وهبطل اطلع خلاص على الحاجات دي. حلو. مم. كلهم بدون استثناء كل واحد بقول له العرض ده بيختفي. بس انا شفت حاجه شبه، انا مش ملم بالموضوع قوي، بس انا شفت حاجه شبه ان انت منشن مايكروسوفت او منشن شركه اه معينه. بس القصه ديت مالهاش علاقه بفلسطين اصلا. هي القصه كلها بكل بساطه في شخص اشتغل في مايكروسوفت. حلو. حلو. ولما ماشي. اشتغل نزل بوست طويل قوي قال لك انا بشكر محمد مشرف انه ساعدني ان انا اشتغل، ومن غيره ما كنتش عرفت اشتغل والكلام ده كله. حلو. مم. تدور الدائره
وتحصل الموضوع بتاع 7 اكتوبر. حلو. وما اوكي. كانش لسه حصل اي حاجه في فلسطين، هو حصل 7 اكتوبر بس. ماشي. اللي هو حلو. فالشخص دوت راح كاتب بوست، قال لك ان احنا من ضمن مساوئ انك انت تشتغل في شركات، كان كاتبه بالعربي، شركات كبيره زي مايكروسوفت والحاجات ديت وبتاع، ان هي مش هتسمح لك ان انت تعبر عن فرحتك وتأييدك للناس والكلام ده كله وكذا 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 وكذا. مم. فانا خدت سكرين شوت من البوست بتاعته ونزلتها عندي على الفيسبوك، كتبت عليه حاجه بسيطه قوي: لو انت مش عاجبك الكلام ده ما تستقيل من الشركه. يعني ما ينفعش تكون انت شغال في مكان ضد مبادئك ومش كده وبس، لا وانت طالع تتكلم عليهم بالعربي عشان ما ياخدوش بالهم. ده نفاق. بس انا ما كتبتش حتى، انا كل اللي كتبته: مش عاجبك الشغل اللي فيها سيبها. حلو. اوكي. بعديها على طول يمكن بنص يوم ولا حاجه جالي سكرين شوتس، هو عنده جروب على تيليجرام، جالي سكرين اوكي. شوتس كتيره جدا في منتهى الحقاره اللي في الدنيا، مش بس شتيمه، لا ده هو اصلا مشرف ده كافر وكذا 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 وحوارات كتير قوي. مش ده مشرف. ده بس عشان ابقى فاهم، بس اه ده كله وسو فار اللي حصل ان انت بس رحت قايل له مش عاجبك دي نعمل. بالظبط. بالظبط كده. ده حلو. بجد؟ يعني اه هو ده والله اللي العظيم. هو ده اللي حصل بس بالسنتي. حلو. فمش مشرف ده اللي كان من سنه كنت بتقول هو السبب ان هو شغلك. فانا رحت عامل ايه؟ رحت رايح عنده في البوست اللي هو بتاع مايكروسوفت، قلت له: طيب بما انك بتشتمني في جروب مغلق، مش زي الرجاله تيجي تشتمني في وشي، انا دلوقتي هديك فرصه قدامك ساعه تنزل البوست اللي انت نزلته بالعربي ده بالانجليزي، طالما انت راجل قوي وعندك مبادئ وكلام من ده، واخد بالك، او انا همنشن الشركه فيه بالنيابه عنك. جميل. ما انت راجل كاتب الكلام ده ان بابليك على لينكد ان. طب انت زعلان ليه؟ انا ترجمته للشركه، واخد يعني. بالك. انت مش حاجه عاملها مثلا في جروب مغلق بينك وبين صحابك وانا خدت منه سكرين شوت ورحت بلغت عندك منزله عليك، انت منزله بايدك. بس انت مم. راجل يعني جبان ومنزله بالعربي ومتعود تشتم الناس في ظهرها، واديتك فرصه ساعه، وهو ما تقوليش ما شافهاش لانه رد عليها اكتر مم. من مره، واخد بالك. خلصت الساعه رحت عامل منشن للشركه. تحول بقى الموضوع ده اصله بيبلغ عن الناس في فلسطين ومش عارف. ميسليدنج. على فكره انا اول مره اعرف القصه دي. مالهاش اي علاقه، ما هي المشكله كلها اسلوب انا القول. بدعم فلسطين يعني، فاهم؟ بدعم المقاومه وبدعم فلسطين. انا انت بقول لك هو بتدعمني اصلا ولا البوست بتاعه بتدعم ما المشهد؟ كانش ليه علاقه بفلسطين. هو اوكي. البوست بتاعه كان بيقول لك ومش، ما كانش علاقه، ما كانش اصلا قصه فلسطين دخلت في الموضوع اساسا. يعني الكلام اوكي. ده كان 10 اكتوبر 11 اكتوبر حاجه. ماشي، حتى لو هو قصده مقاومه، اه بس هو الموضوع كده بعيد عن قصه دعم المقاومه بالظبط. هو الموضوع في الاخر ده شخص عايز يركب على اللي حصل ده ويبين ان هو بطل ومضطر يشتغل. وبالمناسبه النهارده راح سافر يشتغل في امريكا. يعني هو يس. كان شغال في مايكروسوفت في مصر، راح يشتغل في مايكروسوفت في امريكا. يعني اللي هي بيزود. ضد مبادئك كلها. بيزود شغله في مايكروسوفت مش بيقلله. فالقصه كلها دي ناس معدومه المبادئ وبتستغل العيال اللي بتموت، وبتستغل الدم وبتستغل الكلام ده كله عشان ت... تقول انا قوي انا جامد. انت لو مفيش قوي حد جامد، يقول انا جامد. انت انت لو استقيل. قوي وجامد وضد مبادئ الشركه استقيل. وعلى في واحده فكره. ثانيه مثلا في نفس الفتره قبل اصلا ما تبدا الغاغه بتاعت فلسطين والكلام ده، في واحده ثانيه كانت في مايكروسوفت برضه، مم. بس عملت بوست بالانجليزي وعملت منشن لمايكروسوفت وقالت لهم انا مش موافقه عليكم وكلام من ده. دخلت كتبت لها كومنت: برافو، ده شخص متسق مع مبادئه. الاتساق مع النفس دي حاجه عظيمه. انما التاني شخص منافق، واخد بالك، وانتوا عملتوه بطل. فهي دي القصه كلها، ان النوعيه من البشر اللي بتمشي بشكل القطيع ده، انت بتعمل بطل من شخص لا يستحق انه يتقال منه بطل. بصراحة يا مشرف، أنا أول مرة أعرف إن الموضوع كده، ودي حاجة سيئة جدا. يعني أنت في الأول أنت ما عبرتش غير إن أنت قلت مش عاجبك امشي منها، وأنا شايف دي لازم تكون مصداقية يعني اه كريديبيليتي. البوست لسه موجود عندي على الفيسبوك ما شلتوش. يعني الناس لو واحد في نفس التاريخ هتلاقي موجود بنفس الشكل بنفس كل حاجه، انا ما بشيلش يعني حاجه. أنا أحترم جدا البنت دي بصراحة والله. يعني انا أنا والله لما قعدت كتبت لها برافو عليك. مبادئ، مش يعني مبادئ يعني كانت إيه مبادئك؟ أنت مش مطلوب منك تكون على مبادئ معينة، أنت مطلوبة منك تكوني متسقة مع نفسك. انت مثلا راجل خايف على شغلك وكلام من ده وبتاع وعندك اسره عظيم، ما تشتمهمش من ورا ظهرهم بالعربي. ما تتكلمش بقى خلاص. دي كده يعني انت عارف لو انت شغال مع شركه اسرائيليه نفسها وبتقول كلام زي كده، كده بيحطك انت زيك زيه. انت بقيت حقير زيك زيه، ما فاتش اي حاجه. يعني مش احسن فاليوز بصراحه، مش احسن طريقه ان انت تبين اتساقك مع نفسك. انت خايف تخسر حاجه، فلازم تكون صريح، لازم تكون قوي اه وشجاع. نظريه المبادئ ايه سهل. بقول الخيده هي بتبقى يعني، ما هو انت
يا تكمل فيها وتشتغل وتقعد ساكت. ما في مليون واحد شغالين في مايكروسوفت ومش عاجبهم فلسطين وقاعدين ساكتين. ده حقيقي كتير يعني. وفي ناس تانية استقالت، وفي ناس تالتة عملت زي البنت دي. انما شغل التنطيط بتاع القرود ده ما بحبوش، انا ما بحبوش. انا ما بحبش الناس اللي هي تروح تستغل مواقف او الام ناس تانية عشان تبني لنفسها صورة حلوة. زي اللي اوكي. راحوا مثلا عند الحدود وقعد يقول لك اتصوروا اللي هم الانفلونسرز وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وبعديها بشهر ايوه، يعملوا روحوا عملوا كامبين. اه زي الفل. ما دي نفس النوعيه، هم نفس النوعيه ونفس الاشخاص، نفس كل حاجه. انت بتعمل براندنج لنفسك على حساب ناس بتموت، يعني دي ايه اللي كويس ان انت وضحت الموضوع عشان الناس فاكرينك بتبلغ عن اي حد بيدعم هو انا قناه. قلت للناس، ما انا قلت لهم اللي يقدر يثبت ان انا بلغت عن ناس هديله مليون جنيه. انا بقول لك حتى لايف اهو، اللي يقدر يقول لي انت بلغت عن فلان وعلان وترتان، مليون جنيه وامسح كل اكونتات السوشيال ميديا. ولو هو مش بتاع فلوس، خدوا يا سيدي اتبرع بيه لفلسطين، او مليون جنيه لفلسطين. خلاص، انت مش محتاج تعمل اي حاجه اكتر من ان انت تتكلم مستقيم عن نفسك. يعني دي مش حاجه اي حد ليه حق ان هو يشك فيها. انت ايا كان انت عملت ايه، انت كلامك واضح دلوقتي. انت بتعمل ايه وعملت ايه وليه، فاهم؟ بس فتمام يعني، ده لوحده نص، فاهم؟ طيب، برضو احد الاسئله الويرد، وممكن بعدها خلاص نقفل يعني، اه. وما تطولش فيه يعني، فاهم؟ هو ويرد ايه سبب دعم؟ ويمكن انا كمان بالصدفه شفت الجزء الثاني فعرفت ان السؤال مش فالid، اه. فاهم؟ حد بيسال ليه مشرف بيدعم كل ما هو مسيء للدين، لدرجه ان من كام ساعه كان عامل شير بيدافع عن شريف جابر. خليني قبل ما تبدأ، أنا شفت البوست والتعليق بتاعك على شريف جابر، ما فيهوش أي دفاع إطلاقا. ولذلك أنا كنت همسح السؤال إطلاقا، يعني السؤال فاهم؟ ده السؤال ده كويس قوي عشان يبين لك مدى الوعي. هو الوعي هنا بيتكون ازاي؟ انت شفت، انت عملت بوست حلو وعملت شير لحاجه شريف جابر. هو للاسف مخه متسيستم باينري سيستم. يا خلاص. اما بتشتم شريف جابر فبالتالي انت تبقى معانا، واخد بالك؟ يا اما اشوفك بتقول ان هو حلو وبالتالي تبقى ضدنا. اي حاجه تانية مخه بيهنج، هو مش عارف يعمل لها كاتيجورايزيشن. هو لازم كل حاجه في حياته يعمل لها كاتيجورايزيشن عشان يعرف يتعامل معاها. طالما هو ما شافش في الموضوع شتيمه فهو بالتاكيد دعم. واخد بالك؟ ايه. هي حياته كده، يا انت يا معانا يا مع التانيين. والله بصراحة أنا استغربت الناس، ولقيت ناس بتعمل لايك وناس داخلة تعمل ريبوست وبتاع. يا جماعة، هو فين؟ أنا شفت البوست اللي أنت منزله، مفيش أي دعم إطلاقا، ولا حتى مش يعني، والله العظيم ولا 10% إن هي تتفهم كده. مش عارف انا هم. اصلا البوست كله بتريق على الحكم ان احنا اصلا ازاي هتمنع قناه معينه في أيوه أيوه، ده هي وضع. مش بي ده ولا ليها وضع. اي حاجه. يعني حكم هرتله بيبين ان احنا اصلا مش فاهمين اي حاجه، بتدي احكام من غير ما نعرف هي بتعمل ايه. واخد بالك؟ يا لي بص، اوضح من الشيف جافي ولا بجن ازرق. ما كانش مبهم والله. البوست كان واضح ان انت بتتكلم على الكونسبت، اه. مش على الشخص. يعني كونسبت حاجه وازاي هتعمله، ده الاكشن دي تاثيرها عامل ازاي، غير دعم الشخص دي قصه تانية، فاهم؟ طيب، خلاص، اخر سؤال في البودكاست. انت اتبسطت في البودكاست يا مشرف؟ اه الحمد لله، مبسوط اني بجد؟ شفتك. اه. اه، انا اكيد مبسوط ان انا شفتك، بس انت كان عندك مساحه تتكلم براحتك، كنت حاسس اه ان الحمد لله. بس كله تمام. ويعني انا انبسطت بلقائك، وهسيبك بقى بسرعة عشان تلحق 5 دقايق كده قبل النيكست كول، وان شاء الله اشوفك على خير. ان شاء الله. مع يلا السلامة حبيبي. حبيبي، مع السلامة.